اهلا بيكم في حلقه جديده وعين العقل. من عين العقل ان احنا نقعد نرصد مشاكلنا الحقيقه، يعني عين العقل انك انت تخش فجاه كده مكان زي سوبر ماركت كبير زي هايبر او غيره، وفجاه تلاقي نفسك مكتوب انه في سلعه عليها اسمه ايه ده تخفيض، فتكتشف ان السلعه دي تتباع 2 في 1، 2 على 1، 3 على 1. المهم يعني في الاخر خالص تلاقي نفسك قدام جشع الناس. ناس كتير قوي بتقبل على السلعه دي وناس كتير عايزه تشتريها. من ضمن السلع دي كان في سلعه كده معمول عليها اللي هي الكورن فليكس، كان معمول عليها ايه يعني تخفيض فظيع جدا، وفجاه بصيت لقيت لك الناس كلها بتجري على السلعه دي. وعشان الناس ما تاخدش كل حاجه، الناس حطوا بتوع السوبر ماركت حطوا يافطه بتقول عليها ممنوع انك تشتري اكثر من علبتين. واحد داخل على الكاشير على المحاسب ب 17 18 علبه، فالراجل المحاسب يقول له من فضلك ده يعني انت مالكش غير 2 ودول كام؟ 1 2 6 علب. فالراجل بص له كده وقال له ايه يعني؟ يا اخي احسبني 6 انفار، يا اخي احسبني 3 انفار كل نفر ب2. ما تفهمش ليه المصريين بيجي لهم حاله جشع في حاله السلع اللي عليها تخفيض او 2 في 1 3 في 1 الى اخره، يعني مع ان الخبراء بيقول لك اوعى تشتري السلعه دي لان غالبا السلعه دي قدامها شهر وتبوظ او 15 يوم وتبوظ او باظت بالفعل. وانا اعرف واحد صاحبي كان شعره حلو جدا وكان مسبسب وبيهفهف وغجري والحاجات دي، ضرب له شامبو من اللي هم 2 في 1 قرع تاني اسبوع بالظبط كده. ولما راح للسوبر ماركت قال لهم انا قرعيت. السوبر ماركت مالوش دعوه، احنا مش حلاقين، احنا مالنا، انت اللي رحت اشتريت. ايوه بس اشتريت من عندكم. وطبعا لا حياه لمن تنادي، وهتلاقي نفسك في الاخر راجل اقراع وقعد بتاع 15 20 يوم عبال ما طلع له شعر. طبعا كان عانى كمان من امراض جلديه في وسط القصه. يعني اللي عايز اقول لكم عليه ان المصريين عندهم هاجس، عندهم قلق، عندهم كده فكره ايه ابو بلاش كتر منه، او فكره انه طب بقول لك ايه ما تيجي نشتري للسلعه دي بكره تغلى. فالمصري عنده الفكره دي، عنده فكره ان انا ممكن السلع تغلى مني او تبوظ او ففي الاخر لم وعبي، وعلى راي المثل مركب مليانه مرقه يعني شوربه، يعني حلق يا ابو رغيف، كله يحلق ويجري. في القصه دي فكرتني معرفش ليه كده باختلافنا في وجهات النظر. امبارح كان في تعديل وزاري كان رائع جدا، او يعني ناس شافته رائع جدا، ناس تانية شافته ملوش اي لازمه. افهم وجهات النظر المختلفه، افهم ان واحد ضد التغيير الوزاري وواحد مع التغيير الوزاري. ناس قالت يا جماعه دي حكومه اسمها ايه دي تيسير اعمال وما تقدرش تقدم برنامج لانه ما فيش مجلس نواب. وناس قالت هو التعديل الوزاري عمل لنا ايه؟ ده حاجه محبطه جدا، دي حاجه يعني ملهاش اي لازمه ولا لها اي معنى، وما كانش له لازمه يغير بصراحه هشام قنديل. احنا كنا عايزين الضحكه الحلوه اللي ورا الكاميرا دي، عايزين نغير هشام قنديل كله. افهم وجهات النظر المتعارضه، انما اللي مش فاهمه ابدا خالص بصراحه يعني فكره ان الدكتور علاء عبد العزيز يتعين امبارح وزير ثقافه، امبارح لسه ما عداش عليه 15 20 يوم، 15 20 ساعه، 15 20 دقيقه، وفجاه تلاقي ناس طالعه تشتم في الراجل ويقول لك اصل هو له ميول اخوانيه. علاء عبد العزيز استاذ او دكتور في معهد السينما، وراجل عنده رساله دكتوراه محترمه عن ما بعد الحداثه في السينما، وراجل كويس وسنه صغير وبتاعه ولسه ما شفناش منه حاجه. انما هجوم ضاري النهارده افتح الاقي هجوم ضاري على علاء عبد العزيز، ما شفناش من الراجل حاجه خالص، بس ابو بلاش كتر منه. هي مش موضه هجوم. قال يعني السؤال بقى صابر عرب كان عندنا ايه؟ اهو مش اخواني وقاعد يشتم في الاخوان وقاعد على الوزاره، بس السؤال صابر عرب شاكر عبد الحميد وغيره وجابر عصفور نفسه كانوا عملوا لنا ايه؟ انما يبدو ان احفاد فاروق حسني مش عايزين غير فاروق حسني، هما مش عايزين كده. يعني احفاد فاروق حسني نفسهم يشوفوا فاروق حسني تاني، او يشوفوا من هو شبيه او من هو صنيعه فاروق حسني. انما لما نجيب علاء عبد العزيز، من اول لحظه في تكتل على الفيسبوك ضد علاء عبد العزيز. انا ما اعرفوش الراجل، وقد يكون الراجل كويس او وحش، بس اديله فرصه يا اخي انه يشتغل، وبعد ما يشتغل يبقى اقول ده وحش او حلو. انما يا دكتور طارق شراره انت راجل موسيقى عظيم، مش هلاقي مين منك النهارده بتشتم في علاء عبد العزيز وتقول عليه الموالي للاخوان. الله، من امتى يا دكتور شراره؟ ده انت راجل ليبرالي متفتح، وانا بعشق الليبراليين، والمصري اصلا ليبرالي. خش السوبر ماركت اتفرج على المصري وبتفرج على المنتجات كده وعمال داير، تلاقي الست ماشيه قدامك ما تفهمش
هي عارف النحله بتبقى عامله زي النحله اللي ملهاش اتجاه كده، تلاقي الست ماشيه قدامك عامله كده، عايزه تحلق على اي حاجه، اي حاجه فيها عرض. لو ما لقيتش حاجه فيها عرض تقول لها يلا يا جانا، وتسحب واحده، لازم جانا دي تبقى صغيره كده وبتسحبها، وجانا اصلا عايزه تتعشى. المهم الست بتحلق هي وجوزها على اي حاجه فيها عرض. تطلع بقى في الكاشير تلاقي الناس دي يا اما القيامه هتقوم بكره، يا اما السوبر ماركت ده يتفجر بعد ساعه، لان كل عربيه على الكاشير فيها كميه حاجات عايزه ناس مهاجره او ناس هتموت. على كل حال حطينا كل الاسئله دي قدام ضيفنا الدكتور سيد عبد العظيم اللي هيجي في الحلقه في الفقره الاخيره عن المرض النفسي، الحاله النفسيه عند المصريين. تكتشف المصريين عندهم حاله اكتئاب، في 15% من المصريين بيعملوا حاجات انتحار، في اعراض اكتئاب ظهرت على المصريين. دلوقتي تلاقي المصري ماشي كان الاول مع الاخوان وبعدين بقى ضد الاخوان، كان الاول بيكره لميس الحديدي دلوقتي بقى بيعشق قصتها، فتلاقيه ماشي دلوقتي بقى مش فاهم هو ضد لميس ولا مع لميس ولا ضد الاخوان. والست قالت لي والله العظيم ما عدنا فاهمين حاجه، الناس فعلا مش فاهمه حاجه. هل الدكتور سيد العظيم لما يجي بعد كده هيشرح لنا المصري دلوقتي الحاله بتاعته عامله ازاي، وهل الاعراض الاكتئابيه دي ممكن تؤدي ان احنا شعب يبقى كويس، ولا نخلص بقى من الشعب ده ونشوف لنا شعب تاني؟ يمكن ليبيا جنبنا بس ليبيا متدمره، او سوريا متدمره، ما عندناش اي حاجه اي شعب تاني يستلفوا اليومين دول غير المصريين اللي عندهم اعراض اكتئابيه بلغت نسبتها 43% حسب التقرير. هنشوف اذا كان التقرير ده مظبوط ولا لا، واذا كان المصريين اقوياء وهيعدوا المرحله الانتقاليه دي ولا لا. وصدقني اول ما تشوف اي حاجه عليها عرض اوعى تفكر تجيبها، لان اكيد عندها مشكله. اللي مش هيقرع هيجيب تسمم، واللي مش هيجيب تسمم ممكن يجيله جرب. يعني يا اخوانا الحكايه ما هياش ببلاش، المرض بيتصرف عليه كتير، بس يلا يقول لك ايه، وجع البطن ولا كب الطبيخ. اشوفكم بعد الفاصل. اهلا بكم مره تانية. الاخبار سريعه ومتلاحقه وبعضها محزن بعضها كويس. من ضمن الاخبار الواحد حزن عليها ان اسرائيل قبضت على مفتي القدس، والجامعه العربيه بتحاول تناشد الناس او المجتمع الدولي يعني انهم يفرجوا عنه. هنشوف ده في الخبر، بس خلوني اقول لكم المقالات، بعض المقالات اللي لفت انتباهنا. يعني اول مقال للدكتور جابر عصفور بيقول ايه بقى؟ للاسف لا يوجد عند القراء المتحمسين للتيارات الاسلاميه، خلي بالك من الكلام، خلي بالك للاسف لا يوجد عند القراء المتحمسين للتيارات الاسلاميه سوى رد واحد، وهو ان كل مختلف عنهم او معهم علماني حاقد على الاسلام، وكل معارض او معارضه سياسيه للحزب السياسي الحاكم للمشروع الاسلامي. جابر عصفور في جريده الاهرام. اقف بس عند الجمله دي. هو عنده حق انه اغلب الناس المتحمسين للتيارات الاسلاميه، دكتور جابر عنده حق، بيفتكروا ان كل علماني او كل معارض ليهم هو معارض للمشروع الاسلامي. انا موافقك يا دكتور جابر جدا وبتفق معاك على الهوا اهو، لكن تعالى شوف الناحيه الثانيه بقى. كل معارض شايف الناس ازاي بقى التانيين. يعني لما علاء عبد العزيز يتعين يا دكتور جابر عصفور، ويطلع الدكتور طارق الشراي يقول لك انه موالي للاخوان وانه اخواني، ما هو برضه كده اي حد. الراجل باجاته قبل الوزاره، طالعين النهارده يشردوا عليه، مع ان باجاته ده كان ضد الاخوان وضد مرسي. النهارده اثبتوا بالدليل القاطع الذي لا تحجبه الشمس ان باجاته ده طلع اخواني. يا نهار اسود، انا متهيألي نتنياهو ممكن يطلع اخواني بس بتاع اسرائيل. هو صح الدكتور جابر عصفور عنده حق ان كل واحد منتمي للتيار الاسلامي شايف ان اللي بيعارض او العلماني يعني حاقد على المشروع الاسلامي. بس شوف الناحيه الثانيه يا دكتور، عشان لما توزن المساله، انت راجل علمي، انت راجل عملت المجلس الاعلى للترجمه والمجلس الاعلى للثقافه اللي عزبه دايره، يعني المجلس الاعلى للثقافه دي عزبه مثقفين. انت راجل ساهمت في المشروع العالمي بتاع المثقفين والحظيره. دكتور جابر فوق لنا كده، زي ما بتتكلم على المشروع الناس المعارضين اللي هم اللي قصدي بتوع الحزب الحاكم والمنتميين والمحبين والمواليين للتيارات الاسلاميه،
كلمني بقى عن الناحيه الثانيه عشان تبقى راجل بتحلل بقى، عشان اقول الله عليك يا دكتور جابر، زي ما كنا الناس بيقولوا لك زمان ايام فاروق حسني الله عليك يا دكتور جابر في المجلس الاعلى للترجمه، او في المجلس الاعلى للثقافه ايام ما كنت بتدخل المثقفين للحظيره. ده جابر عصفور، حمايه الشهود بوابه العداله. سيناقش مجلس الشورى في الايام المقبله مشروع ستتقدم به الحكومه بعد تاخير حول حمايه الشهود والمبلغين. نحن اذا بهذا القانون نفتح بابا لهدم دوله الفساد على رؤوس اصحابها. دكتور محمد جمال حشمة الاهرام. يعني المشروع كله ببساطه كده ان اللي هيبلغ عن واحد هيتحمي، يعني هيبقى محمي، محدش هيقدر يأذيه. انا بس خايف ان احنا في الانفلات الاخلاقي ده اي حد يا دكتور حشمة يبلغ عن اي حد. انا ممكن ابلغ عنك او انت تبلغ عني وتبقى هيصه ومهيصه، ما تبقاش هدم فساد قد ما هي تبقى مدعاه لهدم المجتمع كله. ما هو اي حد هيشكي في الراجل ده او في عبد الفتاح او في محمد الجزار هيبقى محمي بالقانون ده بحكم القانون. بس ممكن تكون الشكوى دي كيديه، او ممكن يكون الراجل ده اصلا متغاظ منه او الى اخره. هل ده فعلا زي بيقول جمال حشمت هيفتح باب لهدم الفساد، ولا هيفتح باب كبير جدا لان المجتمع يشكي ببعض وتلاقي كل ثلاثه بيشكوا ببعض؟ صنفان من الاشرار، هل يتعين علينا ان ننحاز الى احد الشرين، اسرائيل او نظام الاسد؟ هما قاتلان في حقيقه الامر. احدهما اصولي قتل الشعب الفلسطيني اللي هو نتنياهو اللي هو النظام الاسرائيلي يعني، والثاني منحرف قتل الشعب السوري اللي هو بشار الاسد. فهم هويدي في جريده الشروق. الحبس الاحتياطي والتنكيل بالمعارضين. بعد الثوره توهمنا انه سيتم تغيير كل التشريعات المعيبه، ولكن لم يحدث اي تغيير اطلاقا، وتم العوده لاستخدام قانون الحبس الاحتياطي للتنكيل بالمعارضين. احمد ماهر اليوم السابع. السيناريو الصعب، للاسف اهل السلطه في وادي والمعارضه في واد اخر، اما الناس فهي تعاني ولا احد يعرف مدى وتداعيات الانفجار الاجتماعي اذا حدث. ده اللي انا كنت بقوله من شويه يا استاذ سامح فوزي كاتب ده في الشروق، ان فعلا الحكومه في حته والمعارضه في حته، والناس بقى ماشيه زي ما قلت لكم كده بالسليقه. الناس ماشيه، الناس قررت اللي بيحب واحد بيحبه. انا بستغرب بس هي كده، ربنا عايز كده، له في خلق شؤون ولولا اختلاف السلع او الازواق قصدي لبارت السلع. في ناس بتحب لميس الحديد ومجدي الجلاد. بالمناسبه مجدي الجلاد النهارده كان بيتحقق معاه بتهمه المقال كاذب عن ان في 100 شخصيه معرضه للاغتيال وكده. النهارده بيتحقق معاه هو وكاتب التحقيق اللي اتكتب في جريده الوطن. نشوف اللي بعد كده. كوتا نسائيه 30% والا لن تتحسن معدلات مشاركه النساء في السياسه والتمثيل في المؤسسات التشريعيه الا باعتماد الكوتا بالنص عليها دستوريا وفي قانون الانتخابات وتخصيص 30% من مقاعد البرلمان للنساء. حذر فزر مين كاتب الكلام ده؟ ايوه كمان ايوه عمرو حمزاوي في جريده الوطن. عمرو حمزاوي عايز يخصص 30% من مقاعد البرلمان للنساء. انا رايي ان ده متاجره في قضيه المراه. يا اخي والله المراه محتاجه حاجات كتير جدا قبل حكايه الكوتا 30%. لما البرلمان يبقى فيه 30% بالكوتا نساء بس، طب ما هو ده ضد اللي انتوا بتقولوا عليه الحريه، ان الواحد حر وان البرلمان ده حر مفتوح. لما خصص بقى 30% للنساء وبعدين 20% للاقباط و14% للنوبيين و5% للقصيرين و16% للطوال قوي زي عبد الله بتاع الكرين، لما خصص لكل دول هتبقى البرلمان ايه؟ عباره عن ايه؟ مجموعه حصص، مش كده ولا انا فاهم غلط؟ على كل حال ده عمرو حمزاوي في جريده الوطن. تعالوا بقى نشوف الاخبار بسرعه عشان عندنا اخبار كتيره ومهمه جدا. انا بس هطلع على اليوم السابع كده. اتحاد طلاب مصر يعلن دعمه الكامل للازهر، والطيب بيقول الجهد العلمي والتفوق قبل اي جهود اخرى. 3 مترجمين افغان يبداون معركه قضائيه للحصول على حق اللجوء في بريطانيا. ال3 مترجمين افغان دول كانوا بيشتغلوا مع الامريكان لما كانت الامريكان موجودين في افغانستان، وبعدين مشوا الامريكان، فالناس الوطنيين يعني قصدي الافغان يعني اعتبروا ان ال3 مترجمين دول جواسيس. فال3 مترجمين عملوا ايه؟ عايزين يلجأوا لبريطانيا علشان لو قعدوا في افغانستان هيتضربوا بالنار. قرارات هامه في اول اجتماع للوزراء بتشكيله الجديد: توثيق اوضاع شركه مشرق للبترول بميناء بورسعيد، ومنع التلاعب في مناقصات والمزايدات، وتخصيص 840,000 كيلو. انا بس عايز اسال سؤال، هو صحيح فعلا يا دكتور هشام قنديل، هو في تركيا دلوقتي مش سامعنا، هو صحيح فعلا كنت هتغير وزير الداخليه وعلى اخر دقيقه كلمته في التليفون وبعدين قلت له ازيك يا سياده اللواء محمد ابراهيم عامل ايه دلوقتي؟ قال لك انا كويس.
قلت له لا انت قاعد معايا، فقعد. هو ده صحيح؟ ولا زي ما قال الاستاذ علي السيد انه هو حقق للاخوان اكبر مكاسب؟ انا ما اعرفش الاستاذ علي السيد جاب دي منين. انا شايف ان اللي هو محمد ابراهيم لا حقق للاخوان ولا للشارع ولا لنفسه ولا لمكتبه اي حاجه تذكر، الا لجان بتاعت مرور. انت تمشي في الشارع تلاقي لجنه مرور، هات الرخص، لكن بقيه الامن في الشارع مش موجود. كأن سرقه الشقق دي عادي، والسطو المسلح عادي، والعيال اللي كانوا طالعين بيضربوا ورا بعض بتوع الحمص دول عادي، والراجل اللي مات النهارده طه طلع انه مات يا عيني ازمه قلبيه في وسط القصه يعني. المهم هنرجع له يعني. اليوم السابع تنشر تقرير الطب الشرعي لطه ضحيه موكب قنديل. التقرير يؤكد وفاته نتيجه دهس بسياره، وجثه الضحيه مصابه بكسور في الجمجمه ونزيف في الجزء السفلي من الجسم وجروح في العنق والبطن. الراجل مات يعني اتخبط بالعربيات، مات لان زي ما انتوا عرفتوا ان العيال دي راحوا ضربوا عيال في مصر القديمه في حمص، فالعيال التانيين اللي اتضربوا دول راحوا ايه، جابوا بعض كده وجروا ورا بعض في شوارع القاهره بالليل في الجو الرايق يعني، وبقوا يعملوا مغامرات ومعاهم اسلحه وبتاع. بالصدفه عدى موكب غلط يعني هشام قنديل معدي غلط، عدى موكب غلط يعني ضايق الناس، يعني هشام قنديل موكبه ضايق العيال اللي بتتخانق، فالعيال اضطروا يتعاملوا مع هشام قنديل مع الحراس بتاعهم، فكانت النتيجه الحادثه اللي انتوا عرفتوها يعني. حتى الدكتور هشام قنديل مسكين يعني، حتى محاوله اغتياله بعد الشر عنه يعني، احنا ما بنتمنوش كده يعني، بس حتى محاولته هزار يعني، محاوله كده هتذكر في التاريخ المصري انها كانت محاوله في شنك قام بها العيال طلعوا 18 و20 سنه. المهم وزير الزراعه الجديد بيقول الاعلان عن تشكيل اول مجلس للفلاحين والاستعانه بالعلماء لزياده الانتاج واستنباط سرعات لمحاصيل ترشد استهلاك الميه. خلي بالكم احنا عندنا ملف عن الميه مع الدكتور محمد نصر الدين علام اللي كان وزير الري السابق، وهنتكلم معاه على فكره هل فعلا احنا في خطر؟ هل الميه في مصر يعني ولادنا لما يكبروا هل هيلاقوا ميه ولا هتبقى الميه مشكله؟ على كل حال هنناقشه مع الدكتور محمد نصر الدين علام والدكتور هاني رسلان. في قضيه قتل متظاهري السويس مدعي بالحق المدني يستشهد باقوال ضابط قسم ال40 القومي لحقوق الانسان يرصد غياب القانون واستمرار التعذيب والاساءه واستغلال النفوذ وتراجع مسؤوليه الدوله. بالصور جنايات الاسكندريه يا جماعه تقضي بسجن نخنوخ 28 عام، والابتسامه تعلو وجه نخنوخ واقاربه يتعاودون البلتاجي، والقاضي يستقل تاكسي وسط حراسه امنيه مشدده، وانصار المتهم المستشار منحاز للاخوان. صح يا عبد الله كده؟ فين عبد الله؟ ما هو اي حد هيحكم حكم دلوقتي هيبقى منحاز للاخوان. نخنوخ طلعت اشاعه من 4 5 6 ساعات كده ان نخنوخ هرب يا رجاله، شوفوا الداخليه المتواطئه، وبعدين تجري ورا الخبر تكتشف انه جاي على موقع مهم يعني في الانترنت، وبعدين تجري وراه شويه بعد ساعه كده يطلع تكذيب من الداخليه، وفي الاخر نخنوخ خد 28 سنه سجن. وانتوا عارفين ان الدكتور البلتاجي شهد ضده في المحكمه، فعشان كده اقاربه او اقارب نخنوخ كانوا بيتوعدوا البلتاجي، والقاضي خد تاكسي. جو حلو قوي يعني، القاضي ركب تاكسي وسط حراسه. طب وليه ما فيش عربيه مصفحه تحمي القاضي ده؟ انما مش دي المشكله، المشكله كمان ان قرايب نخنوخ قالوا ان القاضي منحاز للاخوان، على اعتبار انه اي حاجه بتحصل في البلد دلوقتي تبقى انت منحاز للاخوان، لو ماسوره ضربت تبقى ونخنوخ ما كانش جابت انقاذ. على كل حال ما اعرفش القضيه وماليش ان احكم فيها ولا تعليق على احكام القضاء. القوى الثوريه تطلق حمله هنحررهم. السفاره الامريكيه ترفض التعليق على التعديل الوزاري وبتعتبر ده شان داخلي. طب ده طبعا. خلونا بقى في الاخبار بتاعتنا احنا. تجديد حبس مبارك 15 يوم على ذمه التحقيق او التحقيقات في الكذب غير مشروع. خد 15 يوم تاني الرئيس السابق على ذمه التحقيقات اللي بتجري معه في تضخم ثروته وحصوله على كذب. ايه مين اللي معانا يا جزار؟ دكتور علاء معايا بقى على التليفون دلوقتي الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافه الجديد. دكتور علاء مساء الخير يا فندم. مساء النور. مساء النور. الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك. دكتور علاء عايز انا كان نفسي تبقى ضيف الحقيقه، بس عايز اسال حضرتك سؤال. هو فعلا حضرتك كنت منقطع عن الاكاديميه لمده 5 سنين زي ما تم ترويج النهارده؟ حلوه الضحك عموما. حلوه الضحك. يعني ايه منقطع؟ مش فاهم يعني. بيقولوا لعدم التزام حضرتك في الاكاديميه فانت كنت مفصول من الاكاديميه. حلو. سنة كام بقى وامتى وازاي وفين؟ والله انا قريت الخبر كده على صفحه. يعني هل ده مثلا امبارح مثلا؟ يعني ده كان حصل امبارح ولا الواقعه دي حصلت امتى يعني؟ لا حصلت من زمان. يعني انت مفصول من زمان. الواقعه دي انتهت ليه؟ لا بص ببساطه الواقعه دي انتهت لايه اصلا يعني؟
هل مثلا في حد بيبقى كده بيبقى موجود برضه بيستمر، ولا دي حكم المحكمه، ولا ده ايه بالظبط، ولا ايه الظروف والملابسات؟ ده الشيء الغامض. يمكن يا دكتور بيتكلموا على لما كنت بتحضر رساله الدكتوراه مثلا اخرت حاجه كده فاتفصلت. لا يعني انت لما بتتكلم على واقعه لازم تتكلم الواقعه دي حصلت امتى، وايه اسبابها، وانتهت الى ايه. تمام. وايه المساله النهائيه اللي وصلت لها، لان هو ده اللي بينهي الجدل كله. كويس. في النهايه كون ان انت بص هقول لك على شيء بسيط جدا. اتفضل. انا لا افتح الماضي اتكلم في الماضي. كويس. ولكن اذا كنت ظلمت في يوم من الايام فانا لا اقبل بان انا اظلم او اتسبب في ظلم احد. تمام. ده اللي انا اتعلمته من هذا الدرس. كويس. عندما تظلم يجب ان تتعلم جيدا الا تظلم احد. تمام. على الاطلاق. تمام. دكتور علاء، قيل ان حضرتك انا وصلني ميل من الدكتور طارق شرارة صديقي ان حضرتك موالي للاخوان او اخواني. يعني كويس، جميل، هذا شرف لا ادعيه وعيب لا انكره. يا سلام. يعني المساله ببساطه انت يعني ايه، انا مش قادر افهم. يعني هو ده مثلا، يعني ده شرف مثلا انا هدعيه؟ لا. عيب فيا هنكره؟ لا. يعني لا شرف بدعيه ولا عيب بنكره. فبالتالي يعني ان احنا نصنف الناس او نبقى دايما بنلعب على لعبه الخانات والادراج شيء مخيف، يعني شيء بقى مخيف فعلا. لان احنا ما بنتكلمش انت بتعمل ايه، احنا بنتكلم انت مين، انت انتمائك ايه، مش انت حضرتك بتعمل ايه او انا بعمل ايه. لا انتمائك ايه طبعا هو الاول يعني انتمائك ايه بس. وده كارثه. يعني انا ممكن اشوف شغلك وماليش علاقه فاكتشف انك طبيب جيد، اكتشف انك مثلا يعني مهندس كويس جدا، ماليش لازمه في ده خالص. لكن انت يعني مثلا ممكن تبقى طبيب رائع جدا بس المشكله انك اخواني مثلا، انك ممكن تبقى مهندس شاطر جدا بس المشكله انك ليبرالي جدا. في يعني اخواننا ده كلام عيب، يعني ده كلام عيب جدا، وصلنا لمستوى غريب جدا من الحوار والتصنيف والكراهيه على الانتماء الحزبي او الانتماء الفكري. طب يا دكتور النهارده انت طلعت او يعني حاولت تطلع على الحاجات اللي ضدك النهارده، بقالك حوالي 15 ساعه وزير والحاجات كلها انا عمال اقرا حاجات ضدك، فانا مش فاهم. لسه بقول دلوقتي في المقدمه يا جماعه الراجل مديله فرصه يشتغل، فانا مش فاهم ليه ايه الفكره ورا انه يتعمل على الفيسبوك حاجه ضد الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافه الجديد. طلعت ده ولا ما طلعتوش يا دكتور؟ انا بص انا لا انظر على هذه الاشياء، انا متفرغ لعملي لان انا جاي يعني في وقت حرج جدا كويس من تاريخ مصر، فعلا مرحله حرجه جدا وما قبل انتخابات وكذا، وهذا الوجود وجود مهم انك تشتغل، ما ينفعش انك تتخلى عن ده. فانا مش هقعد ابص على هذه الاشياء اللي بتحصل. انا متفرغ ان انا اقدر اعمل شيء في الوزاره، في وزاره الثقافه لمصر اولا واخيرا. انا نزلت في الثوره كويس، وده ما بحبش اتكلم فيه على الاطلاق، ولما نزلت في الثوره كنت لا ما احنا شفناك يا دكتور علاء، شفناك وانا قلت امبارح الكلام ده عشان تبقى احسن. انا نازل عشان مصر تبقى احسن. تمام. فما ينفعش تيجي ناس تقول لك تعالى بقى شوف اورينا هتعمل ايه، فاقول لهم لا اصل مش لاعب. يعني انا اسف، ده بالظبط زي ما حد بيقول لك انت تعالى وريني هتعمل ايه، اتفضل فرصتك قدامك، فانت تيجي تقول له لا انا اسف انا ما بعملش ده ومش هلعب. يبقى العيب عندك مش العيب عند الفرصه اللي جت انك تقدر تقدم حاجه لمصر. طيب دكتور علاء، انت عندك ملفات ساخنه جدا في الوزاره، وانا كنت بنتمي للوزاره دي لحد الشهر ده بس ومشيت يعني، فانت عندك ملفات فظيعه يعني. انا بقعد اتفرج عليها، ملفات متخمه، هتعمل فيها ايه في الكام شهر اللي جايين يا دكتور علاء؟ ايوه بص يعني انا اولا في كم من المشاكل، اولا في عندنا حاجات كتير جدا لازم يعاد تظبيطها، بمعنى ان في عندك حاجات خاصه بالهيكل التنظيمي، حاجات خاصه بالسيستم العمل ذات نفسه في كل القطاعات اللي موجوده الثقافيه. يعني شيء صعب جدا انك تقدر توجز ده في ثانيه واحده، لكن طبعا في عندنا مشاكل لا نستطيع ان ننكرها. تمام، ما نقدرش ننكرها. مثلا من ضمن الحاجات ان في عندك نوع من انواع المسائل الغريبه اللي احنا بنعيش فيها. معلش انا اسف عشان بس انا حركت العربيه. اتفضل. احكي لك المساله ببساطه. عندك مثلا مركز قومي للترجمه له دور فاعل. انا بيهمني دلوقتي تفعيل الامور بالشكل الحقيقي للمركز القومي للترجمه. ماذا نترجم ولمن نترجم؟ كويس، ده احنا بنترجم ايه وعايزين نترجم ليه وبنترجمه لمين، وبالتالي ده بيفرق معانا في عمليه الترجمه اللي بتتقدم للشعب المصري قاطبه بكل اطيافه بكل عناصره. دي حاجه. الثقافه اللي هي هيئه اصول الثقافه عصب الثقافه المصريه بشكل لطيف، والناس كلها متخيله، وانا بقول هذا وبعترف بيه وبقوله بمنتهى الصراحه والوضوح. الثقافه الجماهيريه هي عصب الثقافه المصريه، انها تصل للمواطن المصري البسيط في اقصى النجوع والكفور الموجوده في مصر، وده دورنا.
دورنا ان احنا نخدم على ده، دورنا ان احنا نساعد في نشر الثقافه بالشكل ده، دورنا ان احنا نعمل كل هذه الاشياء بهذه الكيفيه وبمنتهى الوضوح وبلا اي التباس وبلا اي غموض على الاطلاق. بس ففي النهايه مش هنهزر، عندي شباب لازم يعمل افلام، عندي شباب انا بنتج كام فيلم في السنه. انا هقول لك مثال بسيط جدا، في لازم يكون عندك تارجت بتشتغل عليه. فرنسا بتعمل 440 فيلم قصير في السنه، احنا ما بنعملش ده. ال 440 فيلم قصير بيطلع لي مخرجين، منتجين، كتاب سيناريو، مهندسين صوت، كل ده تمام ببساطه شديده. هنيجي نتكلم على مستوى يعني الحرفه اللي موجوده في النقد مثلا. انا محتاج كتاب، محتاج ناس كتاب جدد يكتبوا، محتاج حركه نقديه جديده تتحرك معاهم. كل ده هيتحرك ازاي؟ كل ده بيتحرك بمناخ ثقافي، بحركه متكامله ومتناغمه. طبعا في مشاكل ضخمه جدا عندنا، انا هكلمك بامانه، وده انا يعني هدفي ان في عندنا مشاكل موجوده ما بين وزاره الثقافه ووزاره الاستثمار، مشاكل موجوده بين الوزارات. قلت لهم دي كوارث، لان ده شيء مش منطقي وشيء مش طبيعي، ولا ان انت بتشتغل جوه حكومه متناغمه. طبعا احنا هذا الامر ميراث احنا آل الينا لا يد لنا فيه، وبالاتفاق مع الوزراء، الساده الوزراء المعنيين بده هيحصل حل جذري لكل هذه الامور. يا ريت ان احنا في هارموني. بص، الوزاره هي هارموني مش صراع وزارات. لا انا شايف يا دكتور علاء، انا شايف انها من خبرتي في الوزاره انها عباره عن 10 وزاره، 11 وزاره، يعني وزاره الثقافه 11 وزاره، كل قطاع هو وزاره لوحده. لا ده انا بتكلم على وزاره الاستثمار مع وزاره الثقافه. لا انا بتكلم على وزاره الثقافه نفسها. وزاره الثقافه. بص اقول لك، انا النهارده كنت على فكره، النهارده ما دخلتش المكتب من الصبح، انا كنت بره في الطريق في الشارع في وسط مؤخذ الثقافه الجماهيريه، في المركز على الثقافه، في مركز القومي للترجمه. انا بتحرك، ما فيش هزار يعني. انا مش قاعد في المكتب، انا اسف، انا مش وزير مكتب، انا وزير موقع. طب يا دكتور علاء، باعتبار ان انا كنت بنتمي لوزاره الثقافه، ممكن تبقى تشرفني تبقى ضيف ونفتح مع بعض الملفات الكتيره اللي وزاره الثقافه الاسبوع الجاي لو يناسب حضرتك على الهوا اهو. هنرتب مع بعض، ويشرفني هذا الامر، ويشرفني هنتكلم بمنتهى الصراحه والوضوح، مفيش اي مشكله في ده خالص. دكتور علاء انا بشكرك ومبروك قصدي، وان شاء الله بالتوفيق. الله يبارك فيك، وان شاء الله ترفع مستوى الثقافه المصريه. اشكرك يا دكتور علاء، وفي انتظارك ضيف هايل. يعني لحد ادوا له فرصه لحد ما يشتغل، انما صعب يا دكتور طارق شراره يا صديقي يا موسيقي يا عظيم، ان الراجل اول ما يقعد على الكرسي على طول عمال ميلات، عمال يبعت لي ميلات بيشتم فيه، مش معقول. طب انا مش بتوش الراجل يعني، ما تعرفوا اديله فرصه، اديله اسبوع بس يا جماعه، اديله 15 ساعه. على كل حال، اسرائيل تعتقل مفتي اسرائيل القدس، والازهر الاعتقال يؤجج نار الفتنه في المنطقه. اعتقلت الشرطه الاسرائيليه مفتي القدس والديار الفلسطينيه من منزله في القدس، ثم افرجت عنه دون توجيه اي اتهامات له بعد استجوابه عن ما حدث من اشتباكات بين فلسطين واسرائيل خارج المسجد الاقصى. وادان الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر اعتقال المخابرات الصهيونيه الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينيه بعد مداهمه منزله في منطقه جبل المقبر في القدس، بالتزامن مع اقتحام بعض العصابات الصهيونيه للمسجد واعاقه دخول الطالبات والمصلين. خبر سيء وخبر مش لطيف. وطبعا احنا اللي يشوف بلوته يكون عليه بلوه غيره، فاحنا كل واحد مكفي في الوطن العربي على بلوته، فعشان كده عدى الخبر ده. انما الجامعه العربيه ما سكتتش، انا قريت تصريح للجامعه بيان يعني، والمنظمات الدوليه نايمه كأن الراجل ده ما بيمثلش حاجه مهمه يعني. على كل حال، تأجيل استكمال سماع اقوال باسم يوسف في اهانه مرسي لاجل غير مسمى. قرر، ما بحبش اقرا الاخبار دي يا جزار والله، لانه انا شايف انه يعني باسم بيهزر وخلاص يا جماعه، بيهزر وخلاص. هو دي طريقه برنامجه، ما اللي عايز يشوفه يشوفه، واللي مش عايز يشوفه ما يضايقش نفسه يرفع الراجل قضايا يعني، اذا كان ده مشكله. وانا اعتقد ان دي بتسيء للدكتور مرسي اكتر ما بتسيء لباسم يوسف. ده يعني كمان ده بالعكس، ده بتزيد في جماهيريه باسم يوسف. خلاص يعني. النقد ترفض طعن النيابه وتؤيد براءه متهمي موقعة الجمل. قضت محكمه النقد الاربعاء بعدم قبول الطعن المقدم من النيابه العامه على براءة 24 متهم من رجال الأعمال اللي كان فيهم فتحي سرور وصفوت الشريف والمستشار مرتضى منصور ورموز النظام السابق في وزيرة الشؤون القوى العاملة في قضية اعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011، والتي عرفت إعلاميا بعائشة عبد الهادي بموقعة الجمل. كان فيها الدكتور عائشة عبد الهادي أو الأستاذ عائشة عبد الهادي. اللي أنا عايز أقوله بس إيه؟ انه فاكرين الحكم الاولاني للمحكمه دي طار فيها عبد المجيد محمود. يعني اول
درجه لما اتحكم ببراءه الناس المتهمين يعني في الدرجه الاولى للمحكمه دي، الرئيس مرسي اصدر اعلان دستوري طير فيه عبد المجيد محمود. طيب خلينا نطلع فاصل ونواصل بعد هذا الفاصل اخبار الجرايد الحراقه. فاصل واستناكم. اهلا بيكم بقى مره تانية، وبنواصل اخر خبر اللي هو انه كنت قلت لكم اللي هو النقد النهارده قضت ببراءه او تؤيد براءه متهمي موقعة الجمل. بس لازم بس نحطكم في المشهد بسرعه كده، انه بعض الناس قالوا انه النقد البتاع ده اخطاء النيابه في موقعة الجمل هي سبب البراءه. ناس تانية قالوا انه الطعن اللي بتاع البراءه جه متاخر وبالتالي المحكمة رفضته. ناس تانية قالت انه تقصير النيابة في جمع الأدلة خلى الناس تاخد براءة. يعني في ردود أفعال كتير قوي على ده اللي كان اتقال عليه، لو انتوا فاكرين اتقال عليه مهرجان البراءة للجميع. انما في طبعا أقارب اللي كانوا متهمين وأصبحوا أبرياء دلوقتي، أقاربهم هتفوا في المحكمة، منهم مؤيدي المستشار مرتضى منصور اللي قالوا البريء اهو. والمستشار مرتضى منصور بيقول الطعن على براءتي بموقعة الجمل سببه المواقف بتاعتي. انا معايا على التليفون على الدكتور شوقي السيد، الخبير الدستوري والفقيه القانوني. دكتور شوقي مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. دكتور شوقي، هل صحيح الطعن على البراءة اتقدم متأخر ولا اترفض؟ حطنا في الموقف. لا مش صحيح. اولا يعني طبعا نحن لا نعلق على الاحكام، ولكن يعني نوضح للساده المشاهدين يعني ايه يعني حكم براءة، ويعني ايه محكمة النقد لما تؤيد حكم البراءة. كويس. محكمة النقد عندما تؤيد حكم البراءة وترفض طعن النيابة، معناها ان الحكم اللي مطعون فيه صدر بالبراءة من محكمة الجنايات ان هذا الحكم مسند وقائم على اسباب صحيحة، وان الادلة في الطلاق ليست كافية للإدانة. بالتالي يعني الحكم الاول اصدر محكمة الجنايات ببراءة جميع المتهمين في واقعة الجمل. تمام. الحكم صادر من اعلى. تمام. ده بيأكد انه لا يوجد ادلة حقيقية قاطعة لتثبت اي متهم المتهمين جميعا في واقعة الجمل. طيب ما هو ده اللي قاله المستشار مختار العشر رئيس اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة، قال ان تقصير النيابة في جمع الادلة هو السبب في انه الناس تطلع براءة. نقطة مهمة جدا بقى ان برضه السادة المشاهدين يفهموا التجني على النيابة العامة في هذه القضية تحديدا غير صحيح، لاننا نذكر والجميع يذكر اللي اذا كانوا بيتناسوا ان النيابة تحقق في هذه القضية، وان اللي حقق في هذه القضية قضاة تحقيق. شوف ازاي؟ ايوه. قاضي تحقيق منتدب السيد المستشار وزير العدل ورئيس محكمة الاستئناف وقتئذ، ونذكر انه كان اكثر من قاضي حقق القضية. إذا الذي يعلو صوته في الإهمال، يعني مفيش إهمال يا دكتور شوقي في مفيش إهمال في جمع الأدلة. طيب إذا احنا بنتحدث عن قاضي تحقيق حقق الواقعة، وهناك تحريات قدمت من جهة التحريات الداخلية وغيره. تمام. ويبقى قاضي التحقيق الذي حقق قضية وقدمها من وجهة نظره إن في أدلة. الأدلة. وطبعا لابد ان احنا نذكر ان المتهمين جميعا في القضيه قعدوا حوالي اكثر من 23 شهر. في قضيه قالت انها البراءه واجبه ولا يوجد ادله. يعني اذا احنا امام ناس خدت براءه نهائيا خلاص، ما حدش فيه. باته. نعم يا فندم. باته يعني نهائيا. باته. هي فقط حكم محكمه الجنايات نهائي، انما محكمه النقد احكامها باته لا يجوز الطعن فيه. دكتور شوقي السيد النظر ولا باي طريقه من طرق الطعن. دكتور شوقي السيد الخبير القانوني والفقه الدستوري، بشكرك جدا يا فندم. الناس خدت خلاص براءه زي ما بيقول دكتور شوقي السيد. باته. ده حكم نهائي لا طعن عليه بعد كده، خلاص انتهت. اذا تاريخيا وقضائيا انتهى ملف موقعة الجمل، انتهى تماما خلاص، ما حدش بقى يتكلم فيه تاني لانه ما عادش فيه كلام عليه، عشان بس ما حدش يقول انه ده حكم القضاء. وعايز اقول بس حاجه، انت مضطر ترضى بحكم القضاء، لانه من العيب
انك تقول ايه، ما هو انا مش عاجبني الحكم ده لانه غيرك مش هيعجبه حكم تاني وغيرك مش هيعجبه حكم تالت، ونبقى بقع بقى في المجتمع كل واحد ما بيعجبوش. يعني النهارده لما يطلع القاضي في تاكسي، امال ساب الست الحامل اللي طالعه تولد، قاضي يطلع في تاكسي؟ طب وهي المحكمه ما فرطوش ليه عربيه ليموزين كده زي اللي بتيجي للمستشارين بتوع الوزارات؟ او ليه ما فرطلوش عربيه محترمه بحراسه زي اللي مع بعض المذيعين؟ ده في بعض المذيعين ماشيين بحراسه. ازاي قاضي قال حكمت رئيس محكمه، يعني قاضي نقض رئيس دايره قال حكمت المحكمه ببراءه المتهمين، تاكس العتبه والحاجات دي؟ مش معقول، يعني غير منطقي ابدا. مهزله ان القاضي يروح في تاكسي، وطبعا التاكسي هيفصله في العداد، ما هو ما يعرفش بقى ده قاضي. التاكسي معدي بالسرعه بالصدفه كده في التجمع الخامس، لقى شخص محترم بيقول له تاكسي الميعاد يا اسطى والحاجات دي. مش معقول، يعني التاريخ هيضحك علينا في كله، مش بس في التاكسي، في كله، في القضيه على بعضها بقى برمتها. على كل حال زي ما قال المستشار شوقي السيد، الدكتور شوقي السيد قال ما بنعلقش على احكام القضاء. انا مش هعلق على احكام القضاء، لكن بقول يا جماعه وقع في تاريخ مصر تم، يعني خلاص يعني دخلت في ادراج التاريخ دلوقتي، راحت بقى لدار الوثائق القوميه تبقى تحتفظ بيها. ربما يعود اي حد من اجيال ولادنا يدور على القضيه دي والاسماء الناس اللي فيها، ربما تبعث من جديد يوما ما، بس ده حكم نهائي زي ما قال الدكتور شوقي السيد. انما انا رايي ان المحكمه كان لازم وزاره العدل او محكمه النقد تحاسب التاكسي اللي ركبه سياده المستشار رئيس المحكمه، لانه ممكن التاكسي يطلع ضميره مش قد كده. المهم السؤال بقى في حكايه الميه، انت بتقعد تفتح الحنفيه كده وانت مش واخد بالك ان الميه دي ممكن تقل او ما بتقلش، انما وطلعوا علينا فجاه سد اثيوبيا، وبعدين مش سد اثيوبيا، وبعدين اثيوبيا بتبني سد، وبعدين اسرائيل بتلعب في افريقيا، وبعدين السودان بقت 4 دول ولا بقت دولتين وهتبقى 3، واحنا قاعدين كده في الكونشيز، قصدي يعني قاعدين في الطراوه في الثلاجه. يعني خطر انه انت، هل معقوله انه هيجي علينا فتره ما نلاقيش نقطه الميه؟ لسه بنزرع بنفس الطريقه القديمه، لسه الناس بتغرق المحاصيل ميه، لسه عم جابر البقال بيفتح الخرطوم بعد العصر كده يقعد يرش بقى في الشارع، لسه الواحد وهو بيتوضى بيفتح الحنفيه كانه حريقه قامت تحت فبيطفيها هو وهو بيتوضى. لسه تعاملنا مع الميه محتاج طريقه. لسه كاننا في العصر التركي بنتعامل مع الميه على انها ما بتخلصش، دي بتيجي يعني هتخلص فين الميه؟ هل في خطر علينا بقى بعد كده؟ وعندي سؤال هساله للدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الاسبق، والدكتور هاني رسلان اللي هو رئيس وحده السودان ودول حوض النيل بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. عندي سؤال، قيل يوما ما واحد شراني كده جه قال لي على فكره عمرك سمعت هشام قنديل وهو وزير ري اتكلم وزعق كده وقال حصه مصر في الميه؟ انا مش فاكر وقلبي مش اسود. فراح قال لي ما هو عشان كده بقى، عشان مالوش التصريحات الداريه اللي كانت للوزراء الري السابقين محمد نصر الدين علام وغيره وغيره وغيره، عشان مالوش تصريحات ناريه فتم تعيينه رئيس وزاره. انا يمكن اسال السؤال ده للدكتور محمد نصر الدين علام ويجاوبني يقول لي هل فعلا لما كان الدكتور هشام قنديل وزير ري كان له دور مهم في القصه دي، ولا كان راجل لطيف زي ما هو لطيف في الوزاره كده؟ خلوني نفتح ملف الميه اللي صدقوني ملف مهم جدا، وهم يطلعوني بقى على التقارير وعلى ازاي مصر بتتحرك وعلى سد اثيوبيا بيتعمل ولا لا، هل اسرائيل موجوده في المنطقه دي ولا لا، وحوض النيل ده اللي احنا كل ما نفتكره نبعت 6000 بطانيه عشان نغطي الاتفاقيات بتاعتنا، او نبعت فريق كوره درجه ثالثه يلعب هناك ونعمل دوره حوض النيل ويبقى الاستاد ضلمه في السودان ويبقى مش شايفين بعض والجمهور مش شايف بعضه ومصر ما راحتش اصلا والفريق بيقعد في اوتيل وحش. هل دي فكره حوض النيل، ولا حوض النيل ده يعني حاجه مهمه؟ هل عبد الناصر باع حوض النيل عشان يكسب بيه الشعب لما رضي على انفصال السودان؟ كل دي اسئله اسالها قدام الاساتذه ضيوفي الكرام في الفقره الجايه، دكتور محمد نصر الدين علام، دكتور هاني رسلان. ارجوكم ابقوا معنا. أشياء كثيرة تحوط هذا النيل
تجعلنا نسترجع مقولة هيرودوت القديمة: مصر هبة النيل، أم أن النيل هبة مصر. ما بين هذا وذاك يقف المواطن المصري يلوث ما أطلق عليه جدوده القدماء: الإله حامي. النيل كله تلوث، اي حاجه بتترمي في النيل دلوقتي، اي حد بيرمي اي حاجه في النيل. ممكن زبون معاه شنطه بتاع كده فيها اكل فيها حاجات من دي، البواقي بيرميها في النيل. البعض يرجع قدرا كبيرا من تلوث مياه النيل إلى أصحاب المراكب غير المرخصة، وبالطبع إلى زوارهم من الراغبين في فسحة نيلية قصيرة. هم 7 مرس بالظبط من الكوبري اصلا نيل كوبري 6 اكتوبر. بعد الثوره بقوا 30 مرسى، واثروا على اصحابات المرس اللي هم عندهم تراخيص، بقوا يجوا يتخانقوا معاهم وياخدوا منهم الزباين، وهم بقوا يكسبوا اكتر منهم. فقال لك بقت كلها عشوائيات بسبب ان هم ليهم مصلحه في الفوضى دي. البعض الآخر أرجع ذلك إلى قصور أجهزة الدولة في الاهتمام وتطهير قاع شريان الحياة. سنة عن سنة البحر بيردم يا بيه، لما البحر بيردم منسوب الماء بيقل، المفروض النيل دوت يتطهر كل سنة. لو نطلع احنا الطعم دوت نوديه الصحراء ماشي، هنزرع زراعة 100 مبدئيا، هنستفاد بالطعم ده. حتى هواة الصيد الذين لا تترتب أرزاقهم على ما يخرج من باطن النهر من خيرات أحسوا بهذا الفرق. الأول كانوا يجيبوا الشبك ويرموا وينضفوا بيه هنا، لكن بص دلوقتي حضرتك منظر الزبالة في النيل. المشكلة إن احنا اللي بنرجع نشرب منه، يعني هو راجع لنا احنا. أعطى النيل لمصر الكثير، وعلم أهلها الكثير من المعارف وعلوم الحياة والزراعة، فهل يرد أهل المحروسة هذا الجميل الممتد عبر سنوات؟ النيل سؤال ومازال ما جاش عليه الرد، من جد ايه والفين ما جالش عمره الحد ولا بيوصل. أحمد النميس، تلفزيون الشعب. اهلا بكم مره تانية، واسمحوا لي ارحب بضيوفي. من على اليمين الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرئيس الاسبق. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. من شمالي الدكتور هاني رسلان، رئيس وحده السودان ودول حوض النيل بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. دكتور هاني اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا مش هكلمك على التعديل الوزاري اللي مش عاجبك. لا لا، احنا نرجو انه يكون ان شاء الله في خير لمصر، يعني ان شاء الله، بغض النظر عن ارائنا احنا. يعني ما كانش عاجبك يا دكتور؟ لا، ولا فاهم التعديل ايه اسبابه، ولا مقتنع بمعظم معطياته الحقيقه، انما يعني خالص. الحقيقه يعني. بمعظم ولا بكل؟ لا، انا ما بتكلمش عن اشخاص، هي العمليه كلها سياسات. يعني ايه الغلط في السياسات القائمه؟ عارفينها احنا الغلط في السياسات القائمه. طب ايه الصح بقى وايه اللي يتصلح؟ ولا الاشخاص اللي فاتوا دول انا كنت شايف منهم ناس كويسين، يعني زي الزراعه بيقول لك ده احنا حققنا اكتفاء او يعني شبه وشغلانه كبيره، والراجل نجح في مثلا في مكافحه الجراد بغض النظر عن الاشخاص يعني. وبعدين بيكون اول ناس اللي طالعين وزير الاستثمار مش عارف ليه طلع، واللي حل مكانه وايه امكانياته انه يحل يعني، وايه مجال المنافسه بينه وبين الوزير. وزير الري لا، وزير الري موجود مكانه، وربنا يقدر يوفقه في المهمه الصعبه جدا اللي هو فيها، ويقدر يتخذ اجراءات ان شاء الله قويه يعني. ليك تصريح يا دكتور بتقول انه سدود اثيوبيا هتقلص من حصتنا 9 مليار متر مكعب سنويا، وعلينا التفاوض معهم لوقف البناء واستخدام استثمارات الخليج كورقه ضغط، واتوقع تبوير 2 مليون فدان. نعم، هو 9 مليار ده لسد النهضه. انما السدود الاثيوبيه هم 4 موجودين على النيل الازرق، معلن عنهم بالفعل في برنامج في وزاره الموارد او الكهرباء والمياه في اثيوبيا من فتره طويله جدا، من اوائل الالفينات. السعه الكامله بتاعتهم حوالي 200 مليار متر مكعب، يعني حوالي 4 أمثال تصرف النيل الازرق كله. يعني بالظبط كده يقدروا يستوعبوا 4 سنوات من تصرفات النيل الازرق، ودي حاجه تخض الحقيقه. في دول الحقيقه كلهم تم التخطيط ليهم، وتم البدء بواحد منهم اللي هو سد النهضه، اللي هو اقرب السدود للحدود الاثيوبيه، بهدف او باستراتيجيه معينه ان اثيوبيا تبقى هي محتكر الطاقه في القرن الافريقي وفي شرق افريقيا. ان هم يولدوا حوالي 45,000 ميجا وات ويصدروا الدول الجوار سواء لكينيا واوغندا
في الجنوب، او لجيبوتي والصومال في الشرق، او للسودان ومصر في الغرب، وبالذات جنوب السودان كمان الطاقه توليد كهرباء وتصديرها. والحقيقه هم بالفعل دلوقتي لسه منهين اتفاقيه مع بنك التنميه الافريقي والبنك الدولي بحوالي 2 مليار دولار لتمويل خط نقل الكهرباء من السدود اللي هي جيب 1 وجيب 2 وجيب 3 على نهر اومو مع كينيا لنقل حوالي 2000 ميجا واط لكينيا. دي اول خطوات. قبليها عملوا مع جيبوتي لنقل الكهرباء لجيبوتي. دلوقتي بيعملوا خط نقل الكهرباء مع جنوب السودان. عملوا اتفاقيه برضو مع الصين لخط كهرباء بمليار وربع لنقله من سد النهضه بالفعل اللي هو جاري بناؤه حاليا الى اديس ابابا المسافه ديت. فالهدف الحقيقه الاساسي ان تبقى محتكر للطاقه وفي نفس الوقت بتديك قوه سياسيه تقدر فيها كمان تعمل تدي طاقه وتاخد البترول من جنوب السودان، وده هدف رسمي معلن على اساس ان جنوب السودان يبقى من خلال اراضيهم الى جيبوتي الى التصدير بدلا من شمال السودان، وده بيزود الهوه ما بين شمال السودان وجنوب السودان. اخذ قوه اقليميه بالنسبه لمنطقه شرق افريقيا والصومال والحركه الاسلاميه اللي فيه، عشان برضو الحركات الاسلاميه اللي في اثيوبيا ومواجهه هذه الحركات الاسلاميه. وفي نفس الوقت كمان، وده الاهم حاجه خالص، التحكم في نهر النيل، لان من يتحكم في نهر النيل يتحكم في مصر. طيب خليني اسالك يا دكتور، وحضرتك كنت وزير ري، مصر كانت بتعمل ايه من 30 سنه في القصه دي؟ ده من مئات السنين. انا بتكلم على اخر 30 سنه، ما احنا بقى يعني مش هنجيب من ورا قوي، خلينا من 30 سنه الاخيره. ماذا كانت تفعل مصر لانها توطد علاقاتها مع المنطقه دي او توقف شويه المشاريع دي؟ هو الحقيقه في ايجابيات وفي سلبيات، هنتكلم على الاثنين الحقيقه. في ظل ان دول حوض النيل بتبص لمصر يقول لك شايف مصر هي الوحيده اللي بتستخدم مياه نهر النيل، وهي اللي عندها حضاره، وهي اللي عندها نمو، وهي اللي عندها معدلات نمو اقتصاديه مرتفعه بفضل المياه بتاعتنا. هو دي النظره كانت القائمه سواء 30 سنه 50 سنه 100 سنه اللي فاتوا يعني. فكان مصر بتعمل في صندوق التعاون الافريقي من خلال وزاره الخارجيه دول افريقيا بالكامل، والتركيز على دول حوض النيل بحيث انها تمول اساتذه الجامعات يروحوا هناك يدوا يعني يشتغلوا هناك اعاره للجامعات المحليه، اطباء تروح هناك عشان علاج المرضى، مدرسين للمدارس، استقبال بعض البعثات الدراسيه سواء مرحله البكالوريوس او مرحله من افريقيا يعني. الدراسات العليا من دول حوض النيل الى دراسه في افريقيا. وكان في برامج فنيه بقى، مثلا وزاره الموارد المائيه والري، على فكره كانت برامج مكثفه يعني كان في برنامج مع جنوب السودان بحوالي 26 مليون دولار، ده في مجال الميه فقط، حفر ابار ونزع حشائش وانشاء مراسي وامدادات مياه شرب. كان في انشاء عيادات وفي انشاء كل ده كان بيتم في الفتره اللي فاتت دي كلها. طبعا كان موجود. لكن هو كينيا كان في برنامج ب 8 مليون دولار، في تنزانيا برنامج ب 10 مليون دولار، في اوغندا برنامج ب 25.5 مليون دولار. دي كلها كانت منح مصريه. انما اللي كان المشكله الرئيسيه الحقيقه ان بعد محاوله الاغتيال اللي تمت في اثيوبيا دي ابتدى السيد الرئيس السابق ما يحضرش معظم اجتماعات القمم الاتحاد الافريقي، وابتدى يجي بداله اما رئيس الوزراء او وزير الخارجيه. القمم الافريقيه دي بتبقى منتدى للاساس لتجمع الزعماء وتبادل وجهات النظر وتبادل المنفعه. يعني في قضايا رئيسيه، طب انتوا تعملوا كذا هنعمل كذا، فدي بتبقى اجتماعات مهمه جدا، اجتماعات اللي على الهامش احنا فقدناها تقريبا بالكامل 96 تقريبا من بعد الاغتيال. فدي قلت جدا الزيارات. صحيح راح زار جنوب السودان وزار اوغندا وزار جنوب افريقيا، انما الزيارات في وسط دول حوض النيل والزيارات المكوكيه، وخاصه ان المشكله كان لازم تتولاها القمه. يعني لازم تكون قمه الدوله تتولاها، لان لازم زي ما نتكلم فيها محتاجه قرارات صعبه جدا لا يستطيع ان ياخذها الا رئيس الدوله وزير او يقدر يتكلم فيها يعني. فالوزير مرتبط باهداف معينه وخطه معينه ومساحه تحرك محدوده يعني.
فهي ديت الحقيقه اللي احنا كنا فاقدينها، واترجمت لحاجات المواطن المصري البسيط شعر بيها. يعني مثلا فشل فاروق حسني في اليونسكو، وده تخلي افريقيا عن مصر. مثلا لو انت تفتكر زيرو المونديال، طبعا كان زيرو كبير جدا، ينسى. والمغرب كانت واخده 12 صوت، مصر واخده 0. ايوه ده نتيجه مثلا اتفاق بتاع تقييم مصير لجنوب السودان بمعزل عن مصر. وده جنوب السودان وشمال السودان يمثلوا العمق الاستراتيجي. ده قطر دخلت في الاتفاقيات دي وكده واحنا ما دخلناش. واثيوبيا اللي هي احد الدول اللي كانت الداعمه لانفصال جنوب السودان، هي اللي بتستضيف دلوقتي المباحثات ما بين الجنوب والشمال. ومصر برضو ما زالت اللي بعد سنتين وشويه متفرج رئيسي يعني. فالمفروض الحقيقه احنا فقدنا ادوار وفقدنا اراضي نتيجه الاهتمام بالشمال عن الجنوب. لكن انا مش شايف ان في خطوات جاده اتخذت عشان استرجاع هذه الارضيه والدفاع عن حقوق مصر المائيه. طيب انا دكتور هاني، في 2010 اتعملت اتفاقيه انتيبي دي، وكان فيها مجموعه دول، معرفش منها اثيوبيا، اوغندا، تنزانيا، رواندا، صح كده؟ انا فاهم صح؟ مظبوط. وفي مخاوف ان السودان تنضم للاتفاقيه دي. قول لي حضرتك ايه مخاطر اتفاقيه انتيبي دي؟ هو اتفاقية انتيبي طبعا ربما كان معالي الوزير هو الانسب حد يتكلم عنها، لانه هو عاصر التفاصيل، وهو اصدر عندنا في مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه كتاب عنها بعد ما استضفناه في ورشه عمل موسعه. لانه في الحقيقه لغايه ما عملنا الورشه دي مع معالي الوزير واصدرنا الكتاب فيما بعد، كان في غموض حوالين ما حدث بخصوص المفاوضات في اتفاقية انتيبي وتفاصيل ذلك. لأنه احنا خدنا فترة طويلة من ساعة ما مصر دخلت في مبادرة حوض نهر النيل المشتركة، وكان تولى الوزارة في ذلك الوقت الدكتور محمود أبو زيد. أيوة. وهو من علماء المياه البارزين. طبعا. ودايما في الحقيقة كان بيتحدث بأنه الأمور تسير على ما يرام، وأنه هناك يعني اتفاق في وجهات النظر، وانه تم تجاوز عدد كبير جدا من النقاط، وانه مش متبقي غير نقطة او 2 أو 3 بالكثير، وانه في نهاية المطاف اذا لم نصل الى توافق يحال هذا الامر الى رؤساء دول حوض نهر النيل للبت في الموضوع. لكن فيما بعد لما حصلت المشكلة وخرج الدكتور محمود أبو زيد من الوزارة، وبعدين جه معالي الوزير الدكتور ناصر العلام، كانت الأزمة بالفعل انفجرت. وتبين أنه أو اكتشفنا في وقت متأخر أنه كل النقاط اللي تم الاتفاق عليها هي لا تعني شيئا بالنسبة لمصر، وأن النقاط اللي هي تمثل جوهر مصلحة مصر وموقفها الأساسي هي اللي كانت متبقية للأخير. فده في الحقيقة نهج أو اقتراف التفاوض ما كانش موفق بالدرجة المطلوبة. الدكتور محمود أبو زيد أو من فريق مصر اللي كان على رأسه يعني الدكتور محمود أبو زيد هو كان الوزير في الري في ذلك الوقت، لكن كان أيضا في لأنه في طول الوقت لجنة عليا لمياه النيل بيبقى فيها وزارة الخارجية، فيها أجهزة سيادية أو خلافه، لكن النهج التفاوضي والدكتور أبو زيد كان بيدافع عنه تبين أنه ما كانش مناسب. فبالتالي النقاط الخلافية الثلاثة دول هم معروفين أنه هذه الدول أو دول التي وقعت بشكل منفرد رفضت الاعتراف بالحق التاريخي لمصر، بمعنى أنه الكمية اللي عند مصر في الوقت الحالي 55.5 مليار المفترض أنه يتم الاعتراف بها بحيث أنه لا يتم الإنقاص منها. الشيء الثاني مبدأ الإخطار المسبق، ودي مسألة مستقرة في القانون الدولي وتحمي المصالح المائية المصرية، هم كمان مش عايزين يعترفوا بيها أو حطوها بمعنى أدق لكن مع تفريغها من مضمونها بحيث أنها يعني لا قيمة لها على الإطلاق. النقطة الثالثة اللي هي متعلقة بطريقة التصويت في حال التعديل الاتفاق الإطاري اللي هي لازم تبقى بالإجماع، لأنه دولتي الممر والمصاب هم 2 والمنابع 7، فالمفترض أنه يبقى بالإجماع أو بالتوافق. هم قالوا لا بالأغلبية. طيب الأغلبية ما أنت ممكن تعمل اللي أنت عايزه وانا خلاص هو هيبقى قانوني بالظبط. فمصر والسودان قالوا انه والله ده يبقى بالاغلبيه، يعني بالاغلبيه المشروطه اللي هي تضمن دوله يعني في داخلها دولتي الممر والمصب. لكن في الوقت الحالي خلاص التوقيع تم المنفرد، وانضمت كمان الدوله رقم 6 اللي هي بوروندي بعد ثوره يناير. والدول دي اتجهت ايضا للتصديق في البرلمانات، بمعنى انه
هذه الاتفاقية من الممكن أن تدخل إلى حيز التنفيذ. دلوقتي السودان هو بقى سودانيين، السودان أصلي جنوبي وجنوب السودان. جنوب السودان قبل حق تقرير المصير أو قبل الاستفتاء على حق تقرير المصير كان عنده مواقف مطمئنة للغاية لمصر، لكن بعد ما تم الاستقلال وأصبح عضو في الأمم المتحدة وأصبح دولة مستقلة وأصبح عنده علاقات مع الأمريكان ومع الإسرائيليين وخلافه، قال إن هم متجهين أو قرروا يوقعوا على اتفاقية عنتيبي، وده في الحقيقة يعني ما نقدرش نلومهم عليه لأنه كان متوقع وكان مقروء من وقت مبكر. النقطة الثانية قالوا إن هم مش هيعترفوا باتفاقية 1959 اللي هي بتنظم استخدامات المياه بين مصر والسودان. دي هتدخلنا أيضا أو هتفتح باب تاني للشر أو للشرور أو للعبث حوالين المصالح المائية المصرية. الموقف السوداني الشمالي لأنه أزمة المياه عندها شقين، شق متعلق باتفاقية عنتيبي والشق الثاني المتعلق بالسدود الأثيوبية. فيما يتعلق باتفاقية عنتيبي الموقف الرسمي السوداني حتى الآن هو متوافق مع الموقف المصري ويسير معه في اتجاه واحد، ويقول أنه لا توقيع على اتفاقية عنتيبي إلا بعد التفاهم حول النقاط الخلافية الثلاثة. لكن كمان في نفس الوقت في جدل في السودان، جدل داخلي، يعني في آراء بتطرح طوال الوقت حوالين أنه الموقف السوداني الرسمي مش صحيح، والناس يعني تلقي أو تشرح حجج طويلة، والآخرين اللي هم مؤيدين للموقف الرسمي كمان عندهم حجج وبيردوا على ده بقوة. لكن في الحقيقة الجدل برضه لا ينتهي، ويبدو أنه فيه شد وجذب يعني لا يعني في أجزاء برضه مواقف سياسية بتتحكم في الأراضي. لا مواقف سياسية يعني بتطالب بأنه أو بتعتبر أنه الموقف السوداني هو بيلبي المصالح المصرية أكثر مما يلبي موقف السودان، وبالتالي السودان من المفترض أنها تبحث عن مصالحها فقط. الموقف الرسمي بيورد الحجج اللي بيقول فيها أنه موقف السودان مبني على مصالح السودان، وأنه مصالح السودان عشان تتحقق يبقى لازم نتوافق مع المصالح المصرية، دي مصالحنا كده. ففي نوع من الجدل ده برضو يعني في نوع من التململ، يوري انه في نوع من التململ. في موقف السدود الاثيوبيه، السدود او الموقف من السدود، الموقف مختلف لانه في اضرار كبيره جدا على مصر، ما فيش فوائد، لكن في السودان ممكن يديهم بعض الفوائد ويلحق بهم بعض الاضرار. لذلك ربما هم بيبصوا كمان لمساله الفوائد اكثر من الاضرار. وفي جزء متعلق بالعلاقة السياسية ذات الطابع الاستراتيجي بين السودان وبين اثيوبيا. دي تزايدت في الفترة الأخيرة، والسودان بيوفر ميناء لأثيوبيا على البحر الأحمر بعد ما أغلقت حدودها بعد انفصال إريتريا. اثيوبيا هي اللي بتستضيف كل محاولات الوساطة بين شمال وجنوب السودان، وبالتالي زي ما قال الدكتور نصر نعم أصبحت لها دور فاعل. هي عندها قوات عسكرية موجودة في منطقة إبيي المتنازع عليه بين الشمال والجنوب، فأصبح اثيوبيا لديها مجموعة من الأوراق للضغط على حتى مش للضغط، ممكن السودان نفسه يراعيها دون أن تلجأ اثيوبيا إلى الضغط. تمام. طب قول لي يا دكتور قبل ما تنقل للدكتور نصر، هو احنا المشاريع اللي قال عليها الدكتور نصر اللي هي في الفترة اللي فاتت كلها من 40 30 50 سنة يعني للتعامل مع حوض النيل، كانت من وجهة نظر حضرتك علميا كافية بان احنا نعمل وحدة مع حوض النيل، بان احنا نعمل تكافل، نعمل اتحادات، كانت كافية؟ ما كانتش كافية، ولغاية الآن مش كافية، وإذا نظرنا للمستقبل محتاجين حاجات كتير إذا كنا جادين في هذه المسألة. لكن عايزين نحطها برضو في إطارها الموضوعي، لأنه إحنا يعني الفترة المعيارية اللي إحنا بنقيس عليها العلاقة مع إفريقيا هي فترة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ليه خمسينات والستينات، لما كانت مصر هي القائد في القارة الإفريقية ويشار إليها إيه بالبنان وكلمتها القارة. ليه؟ لأنه عبد الناصر كان بطل من أبطال التحرر، وإفريقيا كانت عندها مستعمرة، كانت عندها حركات تحرر. عبد الناصر كان يدعم أو مصر بقيادة عبد الناصر تدعم بالسلاح، بالدبلوماسية، بالإعلام، بالدفاع في المحافل الدولية، بكل أنواع الدعم. وده ما كانش في الحقيقة، هو عنده تكلفة سياسية عالية لكن ما عندوش تكلفة مادية.
بعد الاستقلال اللي هو يعني الاستقلال بدأ من أول الستينات ولغاية أول السبعينات. كانت استقلال يا فندم؟ استقلال الدول القارة الإفريقية. بعد استقلال كل الدول القارة. تمام. اللي كان في الاستعمار بريطاني فرنسي أيا كان بلجيكي خلافه. ما بدأتش 59 يا دكتور بعد استقلال السودان أو انفصال السودان، أو يعني في الخمسينات قصدي انفصال السودان عن مصر؟ لا، أنا بتكلم عن علاقة مصر بإفريقيا وبحوض النيل. كويس. عايز أقول إنه لما بدأت الدول الإفريقية تستقل مطالبها اختلفت. الأول كان هو عايز يتحرر من الاستعمار، بعد الاستقلال بقى عنده مطالب نحو التنمية. الاقتصاد المصري ما كانش يقدر يلبي هذه المطالب زي ما كان قبل كده بيلبي مطالب حركة التحرر. كويس؟ فيبقى هنا في حصل نوع من الافتراق. الافتراق ده يعني بنحسه مع مرور الوقت، أن الدول الإفريقية بتبحث عن من يستطيع أن يلبي احتياجاتها اللي هي مش لاقياها في مصر. الحاجة الثانية أنه في الثمانينات كمان مصر عملت تغيير في مبادئ السياسة الخارجية المصرية، وقالت أنه هتبقى الدبلوماسية في خدمة التنمية بتاعت مصر. فبالتالي احنا محتاجين نبحث عن خبرات، عن قروض، عن معونات، عن كذا. فكان الطبيعي نتجه نحو الشمال. واخد بالك. والعنصر الثالث اللي تفضل به معالي الوزير قبل شويه اللي هو محاوله الاغتيال في اديس ابابا، فقطعت كمان توقف الرئيس السابق عن القمم الافريقيه، قطعت العلاقات الشخصيه وخلت مصر يعني عزلتها تتزايد وتبدو انها غير يعني كانها ادت ظهرها للقاره الافريقيه، كانها غير مهتمه بالناس دي، كانها يعني لا تحترمهم. اشياء من هذا النوع ما ساهمناش حتى في العمل الجماعي الافريقي ولا في بناء الاتحاد الافريقي. دكتور هاني يعني نعم. هو هل بس التنميه او الفلوس يعني هي اللي تصنع اسمه ايه ده يعني تواصل بين الدول وبعضها؟ مش بس الفلوس. يعني انت سنجور ده احنا بنتكلم عنه لحد النهارده وده شاعر عظيم. يعني قصد اقول ايه، لو كنت انت استغليت جامعاتك لخدمتهم، استغليت وجودنا في وسطهم، يعني قصد اقول كان في وسائل اخرى غير الفلوس متهيألي موجوده، ومش عايز اطول عشان تحاول لمعالي الوزير. دكتور نصر، نعم. كنت عايز اسال حضرتك، زمان كان مهندس الري ده حاجه عظيمه قوي. صحيح. يعني شفنا فيلم عظيم اسمه ضاع الكروان، ده مهندس ري. صحيح. وانا في بلدنا تلاقي فيلا المهندسين الري وشقق مهندسين الري وناس كانت بتعمل يعني طبقه عظيمه كده. نعم. انحدر مستوى مهندس الري الى درجه انك انت ممكن تشوفه عابس، يعني انتهى. صحيح. الانحدار ده سببه هل ما عدناش نهتم بفكره الري دي؟ هل الوزاره نفسها بقت ضعيفه فترات؟ هل احنا خلاص ما بقاش نهتم بالنيل؟ هو اولا هو موظف الحكومه كان زمان عموما يعني له مكانته وله وضعه، كان يقول لك ده باش كاتب. باش كاتب ده حاجه كبيره خالص يعني كان موجود. فما بال المهندس وما بال الطبيب، وكان الطبيب بياخد البهويه والبشويه، وكان طبيب عائلات، يعني كان الموظف المتعلمين يعني كانوا واخدين اوضاع قويه، وبالذات مهندس الري. مهندس الري لان الانجليز هو اللي عمل منظومه الري الحديثه في عهد محمد علي واسره محمد علي، وكان في كل مركز بيتم انشاء بيت لمفتش الري. مجموعه بيوت يقول لك دي سكنت الري. وكان الزراعه هي محور الاقتصاد المصري. وكان حتى مش الزراعه كزراعه بس، انما كان القطن المصري هو اللي هو الاقتصاد بتاع مصر، هو المؤشر بتاع التنميه. يعني هقول لحضرتك، انا فاكر كنت بنقرا كتاب تاريخي عن نهر النيل ايام الاحتلال البريطاني لحوض النيل يعني. فكان الانجليز اول ما دخلوا مصر في اخر القرن ال19 حددوا على طول ان كان هدفهم مش نهر النيل، كان هدفهم قناه السويس. الهدف الرئيسي كانت قناه السويس في ذاك الوقت، انما لقوا ان نهر النيل هو مفتاح مصر، ومن يتحكم فيه يتحكم في المصريين بالكامل. وابتدوا يفكروا في خزان اسوان ايام محمد علي، وبعدين في تعليته، وبعدين حتى في السد العالي او في سدود في اثيوبيا وفي دول الجنوب. وابتدوا يزودوا ايراد النهر لصالح مصر لزياده المساحه الزراعيه. هم اللي كانوا بيصمموا معظم القنوات والمصارف وجه قبلي بالكامل. يعني كان محمد علي كان شغال على الدلتا، وكان مهندس ري انجليزي، وكان مفتش الري الرئيسي للوزاره انجليزي، يعني وكيل الوزاره، وهو اللي بيشرف على الكلام ده. والمهندسين الري المصريين ورثوا الكلام ده. وبعدين قبل السد العالي كان مهندس الري له
دور رئيسي جدا في حمايه مصر بالكامل. يعني كان بيجي الفيضان يغرق مصر كلها وبالذات الصعيد، فكانوا يقفوا مع العمال شهرين او 3 الفيضانات يعلوا الجسور بشويله مليانه بالرمل وزكايب عشان يحموا صعيد مصر من الغرق. وفي نفس الوقت في وقت التحريق كان دورهم رئيسي جدا في توفير المياه على الاقل لمياه الشرب. فكان الدور واضح. بعد ما جه السد العالي اول حاجه قلل دور مهندس الري، تاني حاجه الحقيقه الاوضاع الاقتصاديه واهمال الحكومه المصريه وتضخم الحكومه بشكل كبير جدا، اصبح دخل موظف الحكومه ضعيف جدا في جميع القطاعات. وده كانت اهم القضايا اللي انا قابلتها لما توليت الوزاره، ان انا قلت لازم يتضاعف على الاقل عده مرات راتب مهندس الري. يعني كنت بلاقي مهندسين ري عدد كبير على فكره، مئات على سراكي زي عمال يوميه. وفي نفس الوقت ماسك عمليات بملايين. الله، طب وازاي الكلام ده؟ يعني ازاي تستأمنه حتى على يعني بياخد له هو في باليوميه 10 جنيه و15 جنيه، يعني زي نفر فاعل، يعني نفر فاعل، وبعدين بتدي له عمليه بالملايين وبعدين تقول لك ده بيسرق. هو لازم يسرق. فاول حاجه ثبت المهندسين كلهم بالكامل، تاني حاجه رفعنا الكادر بحيث ان بقى ياخدوا ضعف الراتب. فالامور الحقيقه اتحسنت شويه. الاداريين برضو ارتفع الراتب 30%. وكان الحقيقه كانت الحكومه ماشيه في خطه معايا ان الكلام ده يتضاعف 3 مرات، يعني مره في 2 في 3 لغايه لما رواتبهم تبقى جذابه. يعني هقول لحضرتك حاجه، احنا لقيت ان اخر 15 سنه ما دخلش مهندس خريج هندسه القاهره او عين شمس او اسكندريه وزاره الموارد المائيه والري الا بعض البنات قليلين جدا جدا عددهم. ال3 جامعات الكبرى في مصر ولا اسيوط، يعني كلهم بره الوزاره لانه عاكفين تماما عشان الرواتب منخفضه. يعني فبما لا شك في تدهور في المستوى الاقتصادي، تدهور في المستوى الاجتماعي والمكانه الاجتماعيه. ومع الازمات دلوقتي بقى المهندسين موجود، بدل ما كان يبقى مهندس واحد يدير اداره بالكامل بعدد كبير من المهندسين، محتاج عدد كبير من السكن. عندنا مشاكل ظهرت تانية، اللي يخرج معاش مش عايز يسيب السكن، فيجي المهندس التاني ما يلاقيش المكان بتاعه. وبعدين يقوم رافع قضايا في القضاء الاداري والشغلانه، يقول لك هات له مكان بديل. فاصبح حاجات كتيره قوي اصبحت تعوق. مش دي تعكس وجهه نظر الدوله للري؟ يعني الانخفاض ده او عدم الاهتمام ده مش يعكس وجهه نظر الدوله بشكل كبير؟ والحقيقه فعلا الدوله المصريه مقصره جدا، وباحت في الصيانه، التشغيل والصيانه. انا اعتقد معظم القطاعات يعني دي مصر كلها كده. الري اللي هي عماد الحياه في مصر، احنا زودناها سنه ما كنت انا موجود 800 مليون جنيه في السنه. انما الحقيقه يعني مبالغ الصيانه والتشغيل تكاد لا تكفي اي شيء. ما تعرفش تطهر مصارف، ما تعرفش. يعني انا جيت في القمر الصناعي قلت لهم هاتوا لي كده شكل المصارف، لقيت المصارف دي عامله زي الغابات طالع منها الاعشاب. طب ازاي دي تشتغل؟ فعايزين ميزانيات. محطات طرمبات في حاله مترديه، محتاجه صيانه جامده ومحتاجه احلال وتجديد وفي منتهى الخطوره. احنا لو نعرف مثلا كان سنه 2010 جاء البحر المتوسط في اسكندريه وفي دمياط، قامت موجه عاليه جدا في الشتاء، اصبحت الامواج مرتفعه جدا، دخلت الارض. فكنا عشان نقدر، ودخلت المصارف، لازم نضخ الميه دي عشان نطلعها تاني البحر. محطات طرمبات لو كانت انهارت كانت المدن كلها سواء كان رشيد او اسكندريه او دمياط او الدقهليه كلها كانت انتهت. فيعني العمليه كان في منتهى الخطوره، انها ممكن تاثر على حياه البني ادم وحياه الحيوان. بس اعتقد ان احنا كحل لحد دلوقتي مفيش اهتمام بحكايه الري دي. مفيش اهتمام يليق بالري والزراعه او نهر النيل بصفه عامه. يعني طبيعي بقى اللي بيحصل من الدول دي معانا. طب يا دكتور، كنت عايز اسالك على الدكتور هشام قنديل لما كان وزير الري، قيل ان هو ما كانش مهتم بالقضيه دي قوي، ملوش تسريحات ناريه، ما كانش مش عنده يعني وقفه الدفاع عن حقوق مصر، او حتى لو بالكلام بالتصريح. قيل انه كان راجل هادي جدا وملوش اي تصريح في الحكايه ده. صحيح ولا انا فاهم غلط؟ هو ده صحيح، بس مش لازم يكون ان هو مؤشر ان هو لا يهتم. يعني هي له انجازات دكتور هشام قنديل في الري؟ هو لغايه انا من اول ما ابتدت الثوره وظروف مصر الداخليه صعبه للغايه، فما فيش اي نوع من الانجازات في اي قطاع. يعني مش كرئيس وزاره يا فندم، انا قصدي كوزير. لا كوزير طبعا ما فيش في معظم الوزارات الحقيقه. يعني وزاره الري مثلا كنا احنا نزلنا مساحه الرز ل1.4 مليون فدان، السنه اللي فاتت 2.4 مليون فدان، فاصبح فيه اسراف مائي رهيب جدا. في زادت التعديات بشكل جامد جدا لغياب البعد الامني
التعديات بقى ايه؟ رمي مجاري في موارد المياه، وردم حتى بيردموا مصارف كده ومزارع سمكيه مخالفه، توسعات زراعيه مخالفه، كل دوت الحقيقه. فالمجال الانجازات من بعد الثوره اصبح من الصعب لغياب بعد امني، بعد اقتصادي، حتى الميزانيات غير كافيه، وفي نفس الوقت كمان انا يعني يمكن اقول غياب اراده سياسيه شويه في حل بعض المشاكل اللي هي بتواجه مصر من ناحيه حوض النيل الحقيقه. ولسه حضرتك مصر على التصريح ان في هيحصل تبوير ل 2 مليون فدان؟ لو سد النهضه اكتمل ربنا يستر، اكتر من كده كمان هيتبوروا. طبعا، لان هي المخطط انه يبني اربع سدود. الدراسات المصريه متوقعه 18 مليار متر مكعب نتيجه الاربع سدود، ده انخفاض في حصه مصر المياه. اما نتيجه يعني مصر هتخفض حصتها 18 مليار هيتم اقتسامها حسب اتفاقيه 59، احنا 50% والسودان 50%. ده الكلام ده لو التزمت السودان باتفاقيه 59، لان 9 مليار بالنسبه للسودان نص حصتها، فازاي تعيش؟ عمليه صعبه جدا. هيقول لك طب ازاي اعيش؟ نتخانق احنا والسودان بقى، هيبقى في مشاكل بيننا وبين السودان عشان معالجه هذا النقص. لكن لو سد النهضه لوحده، هقول لحضرتك حاجه، دي الدراسات المصريه قالت في المتوسط 9 مليار. احنا نفكر مع بعض، سعه سد النهضه 74 مليار. في احسن الحالات هيخزنوا في 5 سنين، يبقى كل سنه كام؟ حوالي 15 مليار. اثناء ملء السد عشان يبتدي يولد كهرباء. 15 مليار متر مكعب هينقصوا من حصه مصر. 15 مليار متر مكعب سنويا اثناء ال5 سنوات. ده معناها تبوير 3 مليون فدان كل سنه. هم يقولوا لك في تصريحات بعضها الحقيقه ان الواحد بيضحك لما يسمعها، يقول لك طب احنا عايزين ان احنا نملاه في السنوات العاليه. طب وانت تعرف السنوات العاليه هتحصل امتى؟ وبعدين السنوات العاليه هل بتحصل ورا بعض؟ ممكن سنه عاليه وراها سنه منخفضه. وبعدين حتى لو سنه عاليه هتزيد 5 مليار 6 مليار بدل 15 هيبقى 9 مثلا ولا 10، ما هيتبور برضه 2 مليون فدان. بعد سنوات الملء لسه في دراسه هولنديه عاملها اكبر معاهد الهولنديه في هولندا يعني، واتعرضت في السودان. الكلام ده في اخر ابريل اوائل مايو في مؤتمر في السودان يجمع مصر والسودان واثيوبيا. وعرضوها هناك انه بعد ملء السد كمان هيبتدي تقل حصه مصر من المياه 11%. 11% اللي هي 6 مليار. يعني الاول كل سنه 5 مليار. خوفتني جدا، ده انت رايب وانا قاعد دلوقتي. ده الاجانب هم اللي بيقولوا كده. وعلى فكره الاجانب اللي هم ايه؟ اللي هم مستشاري مبادره حوض النيل، اللي هم مؤجرهم الانترو بتاع النيل الشرقي، 2 هولنديين هم في معهد دلتارس اللي هو بدل دلفت دلوقتي، يعني من اكبر معاهد في العالم. فقال لك 11 في حوالي 6 مليار متر مكعب بعد انتهاء الملء. وغير كده كمان نقص في انتاج الكهرباء للسد العالي وخزان اسوان من 25% ل 30%. دكتور نصر، قبل ما اختم مع حضرتك واروح للدكتور هاني عشان اسال على روشته، هو حضرتك دلوقتي بتعمل ايه؟ انا استاذ جامعي. انا فاهم. لا في الري، بالنسبه للري بتعمل ايه؟ ازاي يعني مالكش علاقه بالوزاره؟ ليك علاقه بالوزاره؟ لا والله، يعني علاقات قدام اتصلوا. لا يعني محتاجوا حاجه، خبرتك، دراسات، استشارات. انا عندي طبعا مكتبي الاستشاري، والوزاره بيبقى فيها بعض المشاريع، انما ما فيش يعني. انا الحقيقه بيجي دعوات يعني، بس انا ما بروحش. قصدي اقول كخبير يعني ما بيستغلوش خبرتك؟ لا والله، لا. هو احنا كده وحد يطلع ما بنرجعلوش تاني؟ والله ربنا يوفقهم يعني. دكتور هاني، سؤال الاخير، قول لي روشته العلاج عشان ما نوصلش للموقف المفجع اللي بيقول عليه الدكتور نصر اذا اتبنت ال4 سدود سد النهضه. ايه نعمله ازاي؟ نحل الحكايه دي ازاي؟ لا هو اذا اتبنوا هتبقى كارثه في الحقيقه على مصر. نعمل ايه عشان ما يتبنوش بقى عشان نوقف ده؟ نعمل ايه؟ ده سؤال بالغ الاهميه وبالغ الخطوره، لكن ده هيحتاج جهد من الدوله المصريه، والجهد ده هيحتاج لتعاون بين المؤسسات المختلفه، ومحتاج ايضا يعني تعبئه يعني كل الموارد اللازمه وراء هذا الجهد. لكن العقبه الاساسيه انه احنا عندنا اراده سياسيه الان في الوقت الحالي بتنكر انه في مشكله. يعني وزير الري والموارد المائيه الحالي في الحقيقه عنده تصريحات عديدة ومتكررة وفي أوقات قريبة من بعضها البعض، يمكن في مشكلة أصلا، وكأنه هو يعني يريد يعني إيصال رسائل معينة للرأي العام المصري، بيقول أنه حصة مصر المائية في الوقت الحالي ما فيهاش مشاكل، وأنه إحنا بنسعى إلى الزيادة، وأنه فيما يتعلق بسد النهضة أي سد له آثار سلبية وآثار إيجابية، وأنه إحنا لغاية الآن مش متأكدين
من حجم الضرر. ولكن لو ثبت من خلال اللجنة الثلاثية اللي ليها سنتين لغاية الآن ما طلعتش التقرير في حين انه السد بيتبني، لو ثبت انه في اضرار هنتحدث مع اثيوبيا علشان نشوف نعالجها ازاي من خلال حاجتين. هو حدد وسيلتين، الوسيله الاولى عدد سنوات ملء الخزان بتاع سد النهضه، والوسيله الثانيه سياسات التشغيل. في الحقيقه طبعا هذا الاقتراب او هذه الطريقه في الحديث بالغه الخطوره على مصالح مصر المائيه وعلى الامن القومي المصري وعلى مكانه مصر ودورها في الاقليم، لانه يعني من قبل أن يبدأ عملية التفاوض أو الاتصال مع أثيوبيا أو السعي للتفاهم للوصول لحلول، هو رمى كل أوراقه واعترف بما تريد أن أثيوبيا أنها تعمله، اعتبروا أنه أمر واقع واعتبروا أنه قدر لا مفر منه. وبعدين يعني زي ما يكون واحد مثلا بيجي جايب عصاية ويقول لك أنا هضربك دلوقتي علقة 60 عصاية، تقول له لا والنبي طب اضربني بس 10. يبقى انت اعترفت انك تضرب. انا هتضرب بس والنبي بقى ايه، طب او اضربني مثلا في الحته دي بلاش الحته دي عشان دي بتوجعني. طب ده كلام. اذا الموقف الرسمي للدوله ما هوش على المستوى اللي يحل المشكله دي. ده هو غايب تماما. نمره 2 انه اساسا في ابعاد سياسيه واستراتيجيه لهذا الموضوع متعلقه بالمنافسه التاريخيه بين اثيوبيا وبين مصر، واثيوبيا عندها هدف قديم للتحكم في مياه النيل، ولو اتبنى سد النهضه ثم السدود التي خلفه هيكون عندها تحكم كامل في هذه المياه، واحنا هتجينا كميات مياه تصرف الى مصر طبقا للسياسات والمصالح والرغبات الاثيوبيه، لان هو عايز يولد كهرباء، عايز يصدرها زي ما حضرتك قلت، وعايز يعمل ري في بعض الحياض طبقا لسياساته التشغيليه، هيدينا ميه حسب بيتناسب مع مصالحه هو. فاحنا هنبقى دوله تابع، واحنا احتياجاتنا روح المصريين بقى في دسوق وقدرتهم على البقاء على قيد الحياه هتبقى متعلقه بالاراده السياسيه الاثيوبيه. دكتور هاني رسلان رئيس وحده السودان ودول حوض النيل بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، بشكرك جدا. دكتور محمد نصر الدين علام وزير الاسبق، بشكرك يا فندم جدا. والحق اشرب قبل الفاصل، انا حسيت ان انت هتاخد الميه من قدامي. لا بجد والله الواحد خايف على الميه، على كوبايه الميه دي. المصريين عندهم اكتئاب او بيعانوا من 43 عرض او 43% منهم بيعانوا اعراض اكتئاب. ده اللي هنشوفه في الفقره الجايه مع الدكتور سعيد عبد العظيم استاذ الطب النفسي بجامعه القاهره. هل عندنا اكتئاب ولا لا؟ بس بعد الفقره دي، بعد الفقره دي انا اعتقد عندنا اكتئاب. نشوف فاصل ونرجع مع ضيفنا. شكرا. هات لنا عنوان الدكتور سعيد. اهلا بكم مره اخيره ومع الدكتور سعيد عبد العظيم استاذ الطب النفسي بجامعه القاهره. بقول لك يا دكتور، انا اعرف ازاي ان انا مكتئب؟ انك تقول انا زهقان، انا متضايق، الدنيا ملهاش طعم، مفيش حاجه بقت لذيذه، اقوم الصبح مش طايق نفسي. ده كلها اكتئاب؟ طبعا. طب ما ده عادي، الواحد بقاله 800 سنه بيحس كده. لا، وبعد كده نبدا بقى ندخل في الاتقل بقى بعد كده، اللي هو ايه بقى؟ انا عايش ليه؟ ما الواحد لا الحمد لله ما وصلناش خلي بالك بقى ندخل بقى في تقيل بقى. لكن انا زهقان دي بدايه الاكتئاب. طبعا لازم اكون زهقان. وبعدين افقد متعه الحياه، مفيش حاجه لها طعم. اروح شغلي مانيش مبسوط، قاعد في بيتي مش مبسوط، اشوف اي حاجه مش مبسوط. ده اكتئاب؟ دي اعراض اكتئاب ولا انا اكتئاب كده؟ لا اكتئاب كده، اكتئاب بس كده انا اكتئاب. اما ندخل بقى في التقيل بقى نبدا بقى انا عايش ليه. طب انت بتقابل ناس يا دكتور؟ طبعا كده كتيره بتقول كده، بتقول ان طبعا الاكتئاب ده من اكتر الامراض النفسيه انتشارا في العالم كله، وعندنا بقى قيس عندنا بقى عندنا ظروفنا الحلوه دي. بيقولوا فعلا 43% من المصريين عندهم اكتئاب؟ لا مش 43. يعني هي النسب بتوصل لغايه 16%. 16%. بس حالات الانتحار الحمد لله قليله، ولا انا متهيألي برضه؟ عندنا الانتحار لاسباب ثقافيه ودينيه. لان سبب ديني؟ طبعا. في حد بينتحر بسبب ديني؟ لا، قله الانتحار. قله الانتحار. يعني الغرب هناك والله زهق، يلا بقى اروح. هنا ازاي حرام ابقى كافر، اموت كافر. يعني بيبقى بيفرفر وعنده مثلا مرض متقدم ويقول لك لا ما اقدرش اذي نفسي ولا ما اموت كافر. دي اراده ربنا. يعني دي بتحميه؟ بتحميه. يعني عشان كده نسبه الانتحار هنا ما بتزيدش مثلا عن 10%،
مثلا. انا قدامي 15. مش 10%، 10 في ال 100,000. في ال 100,000. في ال 100,000. هناك بتوصل بقى ل 25 و30 واكتر. تمام. طب يا دكتور، هل اختلفت حالة المصريين في السنتين اللي فاتوا عن ما قبل كده، عن ما قبل ثورة يناير؟ زادت كمية اللامبالاة واليأس ومفيش امل. هل عندنا حق في ده، ولا ممكن نكون مثلا مش واخدين على كده، مش طبيعتنا؟ يعني مثلا زمان كنا بنسمع الراجل يتكلم نصدقه، دلوقتي عندك اراء مختلفه كتير قوي، فالناس بتتلخبط، يجي لها ضيقه او ملل او بتاع. هل ده سببه الانتشار الثقافي الواسع ده، ولا ده سببه الوضع فعلا؟ هي طبعا حسب ظروفك ومستواك التعليمي، واحنا عندنا للاسف 40% من مصر تحت خط التعليم المقبول يعني، وحتى التعليم كله والفقر 50%. طبعا كل ده له تأثير خطير حتى على زيادة نسبة الاكتئاب، لأن الظروف الاجتماعية والفقر بالذات وأنا مش مطمن لبكرة هاكل ولا مش هاكل، في شغل ولا ما فيش شغل إلى آخر، كل ده عامل طبعا جاسم على صدور الناس. طيب انا سرحان مع الدكتور سعيد عبد العظيم وانا بسمع عن الاكتئاب، وعمال افكر انا فين من الحته دي. بس انا بعيد الحمد لله يعني. ما اعرفش، انا متفائل يا دكتور، يعني في ناس زي كده بيبقوا متفائلين بطبيعتهم حتى يعني. مع سوء الاحوال فيه يقول لك يعني الدنيا شكلها وحش. ده بيتصنف شخصيه ايه بقى، انبساطيه يعني؟ الشخصيه الانبساطيه دايما بتميل الى انها تخفف شويه من الضغط. طب والايمان مش له علاقه؟ والايمان بيمنعنا بقى من ان احنا ندخل في القصه اموت وانتحر زي ما اتفقنا دلوقتي، او بيديني فكره تفاؤل انه الحاجات بيد الله او مش عارف ايه. انما الاكتئاب لما بيشد ولا ايمان ينفع بقى ساعتها. يعني لو الاكتئاب عنيف حاد يعني قوي بيدخل بينتحر. اعلى نسبه انتحار موجوده، احنا عندنا حوالي 25% من المكتئبين بينتحروا. 25% من اللي يجي لهم اكتئاب بينتحروا؟ اللي عندهم اكتئاب. طيب بس في ناس ماشيه بمبدا يا فتاح، ماشيه بمبدا ضربوا الاعور على عينه وقال خسرانه خسرانه، ده ما اعتقدش يجي له اكتئاب يا دكتور، لانه ده متوقع الخساره اصلا يعني. يمكن يكون عنده ده نفسيه دفاعيه قوي. وبس احنا عشان برضو نبقى واضحين عاوزين نفرق بين الحزن الطبيعي العادي في ظروفنا، او في اي ظروف انسان بيمر بشويه ضغوط وازمات وبتاع، حزين، حد مات، حد عي، حد تعب، والاكتئاب. والاكتئاب. طب استنى بقى، نفرق بين الاثنين، نفرق بينهم بعد ما نشوف التقرير ده عن الحاله النفسيه عند المصريين، ونرجع مع الدكتور سعيد نعرف ايه الفرق بين الحزن والاكتئاب. الشعب المصري شعب أصيل، طبعه بسيط، يوم مبسوط ويوم حزين، في الفرح والحزن تلاقيه. الشعب الوحيد في العالم اللي تلاقيه بيضحك وهو في أحلك الظروف. شعب عظيم، شعب بيتحمل الصعاب. الشعب المصري شعب طيب جدا، بس غلبان وبيرضى بأي حاجة. الصبر ده أحسن حاجة في الشعب المصري، ولما بتضيق بيه قوي بيقعد يضحك عشان ما يطقش. مفيش شك إن الأحداث اللي بتمر بها مصر لها تأثير كبير على نفسية ومزاج المواطن، فالمصري المعروف بخفة دمه النهارده بقى الخوف والإحباط والاتهامات المتبادلة جزء منه. الشعب المصري الحاجات الحلوة اللي فيه راحت في الهيصة اللي بتحصل في البلد الأيام اللي عدت دي كلها. زي الزفت، وحش، حالة سيئة طبعا. أظن في حالة اكتئاب عامة تمس الشعب المصري كله، يعني ما نتمنى إنه الأمور تبقى أحسن حال الفترة الجاية. كلنا محبطين ونفسيتنا تعبانة وتحت الصفر، حسينا إن في نظام هيتغير ويبقى نظام جديد، للأسف أسوأ. الحالة النفسية والمزاجية بالنسبة للمصريين بعد الثورة طبعا، لأن الناس كانت متوقعة إن الثورة هتعمل حاجات كويسة، بس للأسف مفيش حاجة اتغيرت، الوضع هو مفيش حاجة بتشجع، مفيش حاجة تخلينا مش عارف، احنا مش شايفين حاجة لا النهارده ولا بكره ولا امبارح. القلق والضحك سمة من سمات المواطن المصري، حتى في قمة ضحكه بتلاقيه قلقان، علشان كده لما بيضحك بيقول خير اللهم اجعله خير. عايز تكون مكتئب اكون مكتئب، عايز تكون سعيد اكون سعيد، هي بترجع للقناعة النفسية اللي جواك. حسام حربي لتلفزيون الشعب.
اهلا بيكم مره تانية. والتقرير بصراحه محبط يا دكتور سعيد، مش كده؟ واضح. طيب تعالى فرق لي يا دكتور ما بين، انا بس اضيف لك حاجه جديده. حضرتك قلت لي الحزن والاكتئاب، تمام. القلق بقى، القلق النفسي، هل ده تبع واحد في الاثنين؟ هو دلوقتي في عندنا منظومه القلق عاليه جدا، يمكن اعلى من الاكتئاب كمان. يعني عندنا 3 عناصر، القلق النفسي، الحزن، الاكتئاب. بالظبط. الفرق بين الثلاثه ايه بقى؟ القلق، يعني هناخد القلق مثلا. القلق ممكن يبقى شيء طبيعي اذا ما زادش عن حده، زي الملح كده، قليل من الملح يصلح الطعام، كثير من الملح يفسده. طبعا. فلو انت قلقان شويه هتشتغل، هتروح شغلك، هتذاكر لو طالب عشان عندك امتحان. يعني شويه القلق ده بيدونا ايه؟ دافع عشان ننجز، عشان نخلص. انما لو انا عندي واجبات وعندي شغل وعندي مسؤوليات وما عنديش قلق، طب هقوم ليه؟ ما خليك نايم. يعني القلق يحركني. القلق الطبيعي. القلق الطبيعي. القلق الطبيعي يخليني اذاكر عشان عندي امتحان، استعد عشان موضوع كذا، اخلص، انجز الى اخره. ده القلق الطبيعي، وده علامه صحيه. كويس. انما لما يزيد القلق بقى عن الحد المعقول، العيار تقل بقى، بدل بقى ما ابقى متحمس وانجز، مخي يتشل، ما اعرفش افكر. الطالب يقول لك المعلومات ما بتدخلش دماغي، ما بنامش طول الليل قاعد. وده بيبقى علاجه ايه يا دكتور بقى؟ ده علاج بقى طبي بقى، يعني ندخل يا سلام لو الواحد وصل للحاله دي ويخش في علاج طبي على طول. بالظبط، ندخل في علاج طبي، سواء بقى اعطاء دواء او الجلوس مع المريض كجلسات علاج نفسي الى اخره. يعني منظومه طبيه بقى تقترب من هذا المريض. تمام. اذا احتاجنا يعني. انما القلق الطبيعي ده شيء حلو. اصل انا بسمعك بتقول لي جلسات طبيه. انا ليه في السينما والميديا دايما الراجل نايم، لا ده والدكتور قاعد ويقعد يقول له وحبيتها يا دكتور وهي طلعت راجل والحاجات دي. يعني لا دي مدارس، يعني دي مدرسه من المدارس اللي هي سابها لنا فرويد، اللي هو الطبيب النمساوي. مدرسه التحليل النفسي. مدرسه التحليل النفسي، ودي مش عمليه دلوقتي. يا سلام. يعني كل منظر الشيزلونج والناس اللي بتقعد دي حاجه قديمه، دي كلاسيكيه عمليه. حتى يعني خدوا من المدرسه دي الحاجات اللي تفيد في العلاج النفسي وبسرعه. يعني حتى نقول لك ايه؟ علاج نفسي سريع. زي يعني كل حاجه بقت سريعه. مين اللي فاضي؟ كان زمان بقى ايه؟ يروح وينام، وكل اسبوعين يروح بتاع، كل اسبوعين كل يوم عن احلامه، يروح كل يوم لمده سنه، لمده سنتين. مين اللي فاضي؟ ومين اللي عنده فلوس يعمل كده؟ يعني لا الطبيب فاضي ولا المريض فاضي. مخ، ويجيب منين الدكتور مخ الكلام ده؟ فكل الكلام ده لا بقى، يعني ده مدرسه قديمه، ده كلاسيكي قوي يعني. طب بس حتى في الافلام انما خدنا منها بقى، يعني خدنا من مدرسه التحليل النفسي الادوات اللي بيستخدموها. انا بسال على ايه؟ يعني مثلا يقول لك حلل احلام المريض، شوفوا بيتخيل ايه، شوف ايه حيله الدفاعيه، هو ليه بيعمل كده. فالمدرسه لها خطط، فاحنا بناخد الخطط دي ونوظفها بقى في علاقتنا بالمريض، بغض النظر بقى عن الاسلوب الكلاسيكي القديم ده، فبتفيد بس بسرعه. طيب يا دكتور، معلش اعمل لي على الهوا دلوقتي جلسه نفسيه. والله بكلمك جد. انا موافق. انا عايز اعرف انت ازاي هتعالج القلق النفسي اللي عندي. طيب قول لي يا دكتور، انا دلوقتي مريض عند حضرتك. عايزين نوضح بقى يعني برضو عشان ايه يبقى كويس. يعني اي مرض نفسي سواء القلق او الاكتئاب اللي احنا ذكرناهم دلوقتي كويس. وكل الامراض كويس. عموما لها سببين مهمين قوي. ايوه. عنصر وراثي، استعداد. عنصر وراثي؟ في عنصر وراثي؟ امال ايه؟ عنصر وراثي. يعني انا عيلتي فيها اكتئاب. طب وتعرفها منين؟ بالتاريخ، باخد تاريخ مين يا دكتور؟ هو حد كان بيعالج امه ولا ابوه نفسي؟ لا بيقول يعني مثلا، يعني كثير من الناس بتبقى عارفه ان الام كانت بتتعالج، ان الاب كان بيتعالج. لا ده الكلام ده بيتكلم في وسط راقي، لكن ده 3/4 المصريين في ناس كتير ما اعرفش ابوه مات ليه. في ناس كتير بيبقى ما عندهمش طبعا وعي، يقول لك انا ما اعرفش. ابوه مات خلاص. وبعدين بعد ما تقعد تدقق بقى يقول لك ده كان راح مش عارف عمل ايه، جراله ايه، ووديناه لشيخ ولفينا بيه. دي حالات اللي هي باينه يا دكتور. لكن 3/4 حالات المصريين يعني انت عندك حق. يعني الناس اللي قادرين على ان هم يجيبوا بقى التاريخ بقى ويقولوه بشكل جيد مش كتير. بس لازم نسال. ليه؟ لان ده بيفيدنا جدا. يعني الواحد لازم يدور على ابوه بقى. بندور في تاريخه لغايه جده. يعني مثلا يعني العناصر الوراثيه يقول لك ايه؟ بتتنقل من الجد للحفيد، وتعدي اللي في النص ده ما يجرالوش حاجه. الاب من الجد للحفيد دايركت. الاب اللي في النص ده ممكن ما يجرالوش حاجه. يعني تيجي تقول الاب جرى له، يقول لك ده زي الفل. امال جده اخباره ايه؟
ده كان تعب، ده كان دخل مستشفى، ده كان جراله كده. تمام. وهكذا. فالعنصر الوراثي مهم جدا. نمرة 2 الاستعداد. ده الاستعداد. والاستعداد بيجي بعد كده بقى العوامل اللي جت بعد الوراثه، اللي هي نمره 1 اتربى ازاي؟ ال3 4 5 سنين الاولانيين عاش ازاي؟ ممكن البيت يجيب له اكتئاب. طبعا يديله بقى من الخلافات يعني. الخلافات، الام سابت البيت، الاب طلقها، مش عارف ايه، الاب مات، في ضغوط تترسب في نفس الطفل، ترسب بقى، تطلعه مكتئب. ودي مرحله حساسه جدا، يعني الطفل بيبقى عامل زي النشافه كده، يلقط كل حاجه. فهي المرحله دي نمره 2 بقى، دي بنسميها بالاسلوب العلمي يعني ما بعد الوراثه، ايبيجينيتك. ايبيجينيتك يعني وراثه. ايوه. وايبيجينيتك اللي جت بعد الوراثه. يعني ليه العنصر التربوي المهم قوي اللي هو اتسقاه في اول سنه. اول سنينه. اول سنوات. فدول لازم نسال فيهم ودقق فيهم قوي. ونمره 3 بقى الضغوط اللي احنا عايشينها بقى بتاعت النهارده وبكره بقى. ففي واحد اساس عمارته متين، يعني ما عندوش وراثه مثلا، واتربى كويس، حط عليه بقى حمل بقى ولا حاجه ما يتاثرش. واحد تاني جنبه الاب، الام، الخال، العم، الجد بتاع تعبوا باكتئاب، بمرض نفسي اخر الى اخره، وهو تعب في طفولته واتبهدل واتشرد وبتاع. تعرف بقى ان ده ايه؟ ده اساسه ضعيف. يعني هتنفخه هيقع. عشان كده الناس بتختلف في تحملها للضغوط. طب يا دكتور ماشي، احنا هنتفق الاستعداد والوراثه. عندي سؤال بقى، هل الاكتئاب يقال، احنا درسنا في الدراما كده ان الضحك عدوى، هل الاكتئاب عدوى؟ لما الواحد يعني يقعد في وسط ناس يعني غم هيتغم. يعني عدوى. ممكن. لا بس مش عدوى، يعني اقصد اقول انت يعني ما تعيش في وسط ناس طول الوقت يا خبر والدنيا وحشه واحنا ونكد وبتاع، يعني هتلاقي نفسك انت كمان الله ايه اللي جرى. يعني وممكن الواحد يكتئب. ممكن تكتئب، بس لو بعدت عنهم شويه هرجع تاني، لكن ما يجيليش مرض. لا مش هتبقى مريض، لانك زي ما قلنا المرض ده له يعني مفاصل كتير. الاستعداد والتربيه والظروف والضغوط. كويس. طيب يا دكتور قول لي، لو انا دلوقتي مش مريض نفسيا، يعني عندي مشكله وعايز اجي لحضرتك، باجي اعمل ايه؟ بخش العياده مساء الخير يا دكتور وعندي كشف وبتاع، وادخل عند الدكتور اللي هو الباطنه او القلب، اقول له بحس بوجع هنا، عند حضرتك بقول ايه بقى؟ هيقول لي إيه هو بيشتكي بايه؟ هو لو انا ما اعرفش يا دكتور. لو حتى ما اتكلمش وما فتحش بقه هبدا انا انكشه. تنكشه ازاي بقى؟ هقول اولا اعرفه انت فين، مين، بتشتغل ايه. يعني ممكن اوصل وانا عمال اساله في الف ب انت مين وشغلتك ايه؟ توصل لمرض. يقول لك يعني انت متجوز، انت مخلف؟ يقول لك لا ما خلفتش. ما هي دي المشكله. أوكي. يعني وانا بلف معاه كده اللفه دي، حتى مجرد الاسئله الاوليه دي، انت مين وفين وازاي واصلك ايه وفصلك بس ايه. مش نايم بقى الراجل ده واقف عادي، يعني قاعد جنبك قاعد قصادي على المكتب كده وبيتكلم عادي. وده الاسلوب. وانت بتجيب مؤاخذه يا دكتور في السؤال، بتجيب مخ للناس دي؟ يعني بتجيب مخ الناس تسمعها يعني؟ ما خلاص بقى بقينا خبراء بقى في كده. لا يعني انت عارف ان اللي داخل هيملى راسك كلام. ممكن انت مضطر تسمع. ممكن اشخصه وهو داخل. يا سلام. يعني جزء من التشخيص وهو اقول لك انا عندي يا دكتور تكون عرفتني ولا حاجه. يعني هو داخل، طريقته في الدخول، طريقته في القعاد، ملامح وشه، لهجته، بيتكلم ببطء، بيتكلم بسرعه، كده يعني. تمام. طيب يعني كل دي علامات انت بتقراها حضرتك بخبرتك؟ بقراها وبعدين بكمل بقى ابني عليها، وبعدين اخد تاريخ بقى. يعني جزء من الجلسه الاولى دي تاريخه المرضي القديم والجديد والعائلي والشخصي، كل الحاجات اللي انا ممكن اخدها كمعلومات هتفيدك. انا ببقى زي وكيل النيابه كده بحقق كل حاجه. انا ليا صديق يا دكتور عايش في امريكا، تخصص طب نفسي بس اطفال. احنا عندنا هنا كده؟ امال ايه؟ دلوقتي الطب النفسي في الجمعيه العالميه للطب النفسي حوالي فوق 60 تخصص. 60 تخصص. احد التخصصات اللي هي القديمه جدا في الطب النفسي طب نفس الاطفال، وده مهم جدا. ولما نقول بقى تخصص معناه ايه؟ عشرات ومئات الجمعيات في العالم، المؤسسات في العالم، اقسام الطب النفسي في العالم كلها هتلاقي في قسم لطب نفس الاطفال. في تواصل بقى بين كل الاثوريتيز دي، كل الجهات دي مع بعض. يعني لما يجي قسم طب نفسي الاطفال حاليا في القصر العيني نعمل مؤتمر، هم بقى يعني ان هم داخلين بقى في الحته دي وبقوا معلوماتهم قويه جدا، عارفين بقى في انجلترا مين
المتخصص في طب الاطفال. في هولندا مين؟ طيب دكتور عشان الوقت هيعدي مني بسرعه وانا عايز اسالك، قول لي روشته نطلع بيها من الاكتئاب، روشته سريعه، قول لي اعمل ايه؟ نمره واحد لست ولا راجل او للاثنين؟ احنا بس هندخل في دي بسرعه، بس احنا نسينا نقطه مهمه. ايه الفرق بين الحزن والاكتئاب؟ تمام. لان الناس كلها عماله تقول احنا مكتئبين، ما هوش اكتئاب. ماشي. احنا حزينين على اللي احنا فيه. يعني انت لما بيجي لك مصيبه لا قدر الله يعني بتحزن. هذا الحزن رد فعل طبيعي، تفاعل طبيعي. نفرض انك المصيبه واقعه وانت بتضحك وانت ما فيش اي انفعال، نقول عليك متبلد. ده الجدع ده متبلد. ان الناس اللي عندهم فصام عقلي، في مرض عقلي اسمه الفصام، ممكن يبقى ابوه ميت وقاعد في الصوم بيضحك. بس ده مش يمكن يكون لطف من ربنا يا دكتور؟ لا لا لا، ولا لطف في دماغه؟ يعني لا في دماغه. بيضحك ليه؟ لان هو ما عندوش وعي ولا تقدير ايه ده، وهل ده يعني شيء يعني يثير ولا ما يثيرش، يعني تفاعله مختلف خالص. فاذا في المكتئب بقى بيتفاعل، متاسف الحزين بيتفاعل تفاعل طبيعي. طيب والاكتئاب بقى يا دكتور؟ المكتئب بقى التفاعل الطبيعي ده ممكن يوصل للقمه. يعني يوم جرى للاسره حاجه او والدته مش عارف توفت او ما اعرفش ايه، حزين جدا وزهقان وبيعيط وبينهنه وبتاع، وتاني يوم يهدي شويه. طب وبعد اسبوع بياكل وبيشرب وبيعمل وبيروح شغله. طب بعد شهر لا خلاص بقى ربنا بقى يتولاهم بالرحمه وبتاع. يعني ابتدى الحزن يبدا من القمه وينزل لغايه الصفر. يعني في خلال شهر 2 3 يبدا يتذكر بقى الحاجات الجميله اللي كان بيشوفها في من رحل ده، ويتذكره بالخير ويدعي له ويصلي له، وانما ابتدى ايه؟ يهدى. الاكتئاب بالعكس، يبتدي برضه زهق وبتاع وبعدين يطلع كانك طالع جبل، وكل يوم عن يوم ايه زي الغنية وما بتقول يزيد. يعني يبتدي الاول انا زهقان، انا مش عاوز اقوم النهارده، انا مش عاوز اروح الشغل. بعد شويه يقول لك انا عملت بلاوي، ده انا استاهل اللي يجرالي. بعد شويه يقول لك انا عاوز اموت، الموت احسن لي. بعد كده ينفذ، يبدا يبلع الحبوب كلها، يفتح. طب يعمل ايه يا دكتور بسرعه عشان الوقت خلص؟ يعمل ايه عشان ما يوصلش الواحد للحاله اللي يتعالج؟ المشكله الاكتئاب في العالم كله ايه؟ من ما بيتشخصش كويس، وبالتالي ما فيش سرعه علاج. يعني ما نقول مصر فيها 100 مكتئب، منهم 10 اللي بيتعالجوا وال90 بيضيعوا. ما فيش حد بيشخص. كل واحد يقول لك الله ده مش عارف ايه، نروح للشيخ، نروح لاي حاجه، يعني نقعد نلف حوالين بعض كده لحد ما يضيع الراجل، لغايه ما يضيع الراجل ويضيع الوقت. طب دكتور سعيد، على وعد باللقاء نكمل الجزء ده، لان احنا لازم نمشي بقى قبل ما يكتئبوا الجماعه اللي في الكنترول. فعلى وعد بان احنا نتكلم فعلا على روشته ازاي ان احنا نخرج من حاله الاكتئاب اذا كان عندنا اكتئاب. فان شاء الله برضه يعني عشان ننهي النقطه دي بشكل جيد، انه يعتبر الاكتئاب النهارده تاني سبب في العالم للعجز. يعني ما تقول السرطان بيسبب العجز اكتر ولا الاكتئاب؟ الاكتئاب. وعلى كمان 10 سنين، يعني على سنه 2020 يمكن يبقى هو نمره 1. يا ساتر يا رب. دكتور سعيد عبد العظيم، استاذ الطب النفسي في جامعه القاهره، بشكر حضرتك جدا. حلوه الابتسامه دي، بعد ما ضايقتنا بتبتسم ابتسامه لطيفه كانك ما عملتش حاجه. على كل حال، على وعد باللقاء مع حضرتك تاني وتقول لنا ايه روشته اللي ممكن نخرج بيها او نعرف بيها ازاي نعالج الاكتئاب ده ان شاء الله. وانا هسيبكم وعلى تقرير اجتماع لجنه جبهه الانقاذ في حزب الجبهه، وكانوا بيتابعوا التعديل الوزاري والحاجات دي. انما بعده انا هقابلكم السبت ان شاء الله بنفس الفريق ده وفي نفس القناه دي الساعه 6 يوم السبت. اشوفكم بخير، تصبحوا على خير. الإنقاذ عقدت مؤتمرا بمقر حزب الجبهة الديمقراطية شهد غيابا ملحوظا وواضحا لقيادات الجبهة الذين تخلفوا عن الحضور دون وجود تبرير لغيابهم حتى في بيان الجبهة. أعضاء الجبهة عرضوا هذه المشكلة وقالوا أن بالفعل أدائنا ليس على المستوى الذي يرضي طموحات ولا توقعات الشارع المصري، ولذلك بدأنا بالفعل في بحث هذا الموضوع بجدية. العديد من النقاط نوقشت في هذا المؤتمر، وكان على رأسها إسقاط النظام على حد قول أسامة الغزالي حرب. موقف الجبهة من الانتخابات القادمة، لأنه كما تعلموا وأعتقد أن دي مسألة معروفة للرأي العام، هناك من يحبس فكرة الدخول في الانتخابات
هناك يرفض الدخول في الانتخابات. طبعا عايز اقول حاجه واضحه، سواء الرافضون او المتقبلون للانتخابات كلاهما يستهدف او يريد اسقاط هذا النظام. الجبهة أعلنت رفضها وبسخرية للتعديل الوزاري، ولكنهم اعترفوا بأدائهم السيء الذي لا يرقى لطموحات وآمال الشعب المصري في معارضة حقيقية. الإخوان المسلمين بالحكومة التي أعلنوا عنها اليوم أثبتوا أنه ليست عندهم أي كفاءات، ليست عندهم أي قدرات، ولا من ذلك أن كل القدرات والكفاءات الحقيقية في المجتمع المصري واضح أنها أحجبت عن أن تتعاون معهم في هذا الموضوع. الوزارة الجديدة دي وزارة سيئة جدا، ما حدش أبدا راضي عنها، لأن ده ترقيع. احنا كنا بنتكلم على رئيس وزراء بحجم مصر، حاجة ضخمة، عايزين ناس على أعلى مستوى من الكفاءة عشان يبقوا يديروا الأمر في المرحلة القادمة. بقاء وزير الإعلام ووزير الداخلية مؤشر سيء جدا على أن الانتخابات لن تكون نزيهة على الإطلاق، وبذلك هذا التعديل احنا كلنا غير راضين عنه.